حرفيًا دمّرت التعليم في 99% من المدارس الخاصة، مدارس اللغات، مدارس الinternational. حاسس إن عندي مشكلة في الإنجليزي، حاسس مش عارف أروح فين، آجي منين، أعمل إيه، هل أنا ساحر؟ ما تستقلش بقيمة الweekend بالله عليك. يعني هو لو المدرس ده سمعنا، الweekend مش للشغل، الweekend عشان ترتاح. أنت غلطان، أنت بتموّت نفسك لو شغال في المؤسسات. الدرس مش هينجح لفصل مُحبط إحباط تام بدون resources بدون technology إلا لمّا تبقى فاهم الstudents دول بيفكّروا في إيه أو عايزين إيه. من خبرتك ايه اكبر غلطة قيادية بقى؟ قيادية higher up بقى higher up. احنا دلوقتي كنا down low في الهرم، تعال بقى نطلع فوق عشان نبقى قفلنا الصورة. معلش إحنا مش بغبغانات، إحنا مش بنردد بس من غير فهم. فالمفروض إن أنا أمشّي الموضوع في تعلُّم اللغة على إنه ما لوش قواعد، ولو 3 حاجات بالترتيب ما اتوفّروش امشي، امشي. اللي بيخاف ما بيعملش، اللي بيخاف ما بيتقدّمش. أنا شايف إنه الشخص لمّا بيتحامل على نَفْسه أكتر من اللازم لأي مُبرِّر هو بيأذي نَفْسه. المؤسسات التعليمية بقت هدفها رقم 1 الربح، الربح، الربح فقط. الربح جاي لإنه business. And we are live. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده كده يا جماعة في حلقة مختلفة من نوعها الصراحة. معايا ضيف حقيقي أنا بابُص له من منظور الإلهام. شخص أنا تابعته فترة كبيرة جدًا من الوقت، وحقيقي شايف إن الشغل اللي هو بيعمله له تأثير كبير جدًا. غني عن التعريف في رأيي الشخصي أستاذ محمد نبيل. الله يبارك. خلّيني أعرّفكم على مين محمد نبيل، بيعمل إيه، على قد ما أقدر. فضيف حلقتنا النهارده هو شخص واقف عند تقاطُع اللغة والهوية والتجديد في التعليم. محمد نبيل مدرب معلمين دولي ومتحدث في مؤتمرات تعليمية وصاحب إطار ليد. شغله بيركز على إخراج التعليم من حدود التكنيكات والكتب وترجيعه لمعناه الحقيقي، الدافع، التأثير والارتباط بالحياة الواقعية، خصوصا في زمن مشكل أو مرصع بالذكاء الاصطناعي والتغييرات السريعة اللي احنا بقينا عايشين فيها. محمد اشتغل مع معلمين ومدارس ومجتمعات تعليمية جوه مصر وبره مصر، وساعدهم يقفلوا الفجوة بين النظري والواقع جوه الفصل. في الحلقة دي بنتكلم عن ازاي تعلم اللغة بيشكل الهوية، وليه الدافع غالبا بنفهمه غلط، وايه معنى تجربة تعليمية إنسانية أصلا. الحلقة دي لكل معلم، قائد، أو أي حد بيسأل إحنا بنتعلم ليه أو بنعلم ليه، بنعلم إزاي، وإزاي التعلم أصلا يساعد الناس يشوفوا نفسهم قادرين ومتصلين بالعالم ده. في اي توكس النهارده أنا فخور ومشرفني ومنورني أستاذ محمد نبيل. أستاذ محمد، إزاي حضرتك، عامل إيه؟ الله يبارك فيك، أنا الحمد لله بخير، فضل ونعمة، ربنا يبارك فيك. شكرًا جدًا على يعني الlovely introduction. أنا مبسوط بالدعوة الكريمة دي، ودايمًا باحب إن أنا باشارك في أي شيء ممكن يفيد المعلمين، لإني واحد منهم. واحد خارج من ممكن نقول low resource environment، بيئة منعدمة الدعم النفسي والمادي كمُعلِّم في البداية، لحد ما وصلت أو يعني حققت أمور لا بأس بها. مش هنقول أمور كبيرة، أنا شايف ده، لإني شايف إن لسه الأكبر أو لسه الtarget أو الmain goal ما جاش. فبس يعني أنا متحمس جدًا إن إحنا نبدأ اللقاء ده يعني، وأتمنى يكون مصدر إلهام للمدرسين كلّهم سواء في مصر والوطن العربي وكمان عالميًا. أنا متأكد من ده صراحة، وautomatically كده على طول في سؤال أنا كنت محضّره بس automatically خدتني في اتجاه تاني خالص، اللي هو لسه ما وصلتش للtarget. يا ترى إيه هو الtarget، عارف؟ آآ وأكتر حاجة ده من أصعب الأسئلة اللي ممكن أتسألها. يعني أنا عمومًا لمّا باتسأل أسئلة الحمد لله بحُكم الخبرة بابقى عارف أرُد إزاي. ده من أصعب الأسئلة اللي أنا ممكن أتسألها، لإن أنا شخصيًا مش عارف. مش هاقول لك مش عارف بمعنى مش عارف، مش عارف بمعنى إنه ممكن أقول لك إنه أسيب أثر طيب، أسيب حاجة
نافعة للمدرسين، حاجة يبقى عارف أنت long lasting impact، مش مجرد كام post، مش مجرد كام session recorded على أي social media platform، مش مجرد يعني نصيحة مدرس سمعها أو زميل سمعها. خصوصًا أنا باتكلم في حاجات كتيرة في الteaching، سواء في الTEFL أو الTESOL context، وكمان أوقات باتكلم في الpublic speaking، وإزاي إن المُعلّمين يبقوا محاضرين على المنصات الدولية المحلية. فأقصى شيء أقدر أقوله اللي هو يعني أسيب أثر طيب والنجاح، والمشكلة إن الكلمة دي كبيرة أوي وبتخلّيك دايمًا شغّال، فما لهاش ما لهاش destination، ما أنتش عارف هتقف إمتى. إمم. فهي علشان كده باقول لك هو سؤال صعب. هافضل شغّال عشان أحققه، بس في نفس الوقت هو عمره ما يتحقق، هو شغّال، كل ما تقرّب بيبعد، كل ما تقرّب بيبعد، ده بيخلّيه عندي الدافع شغّال دايمًا، بيخلّيني متحفّز دايمًا إن أنا أقدّم، ممكن يكون مرهق ولكن لمّا باشوف تأثيره على أي مُعلِّم أو أي زميل بافضل مكمّل. فالإجابة النجاح والأثر الطيب. طبعًا النجاح بيتمثّل في إيه؟ بيتمثّل إن أنا أسيب حاجة فعلًا عملية تتطبّق، يبقى في قصة مصدر إلهام للناس، وخصوصًا الناس اللي مش لاقيين فرص، الناس اللي بيعافروا، الناس اللي مطبات في حياتهم كتير، بس. عشان كده باقول لك سؤال صعب. لأ أحييك الصراحة، يعني هو سؤال أصلًا في حد ذاته subjective أوي وما لوش سقف معيّن. فأنت لمّا بتيجي تفكّر فيه هو endless، هو أنت في loop، وما هي إلا أنت بتفضل كل شوية تقفّل مرحلة معيّنة، عامل زي لعبة كده، بتقفّل level بتحاول تخش level تاني، بس هو أنت مش عارف اللعبة هتخلص إمتى. ف ف لأ بالعكس، يعني أنا أشاركك الرأي قلبًا وقالبًا الصراحة. ولذلك عايز أبدأ كده، يعني زي ما بنقول كده سمي الله، ونبدأ كده بشوية أسئلة محورية عن حياة أستاذ محمد، وفي نفس الوقت نقطة جميلة جدًا أنت أشرت ليها، موضوع إنه إزاي لو في مُعلِّم أو قائد أو حتى ناظر لمدرسة أو principal أو whoever it is، حد مهتم بمجال التعليم ممكن يطلع بحاجة أو 2 من الtalk دي. ولذلك السؤال اللي أنا يعني حابب بجد أنا شخصيًا أستفيد منه، هو أنت اشتغلت في فصول دراسية ومؤتمرات ومساحات تدريب جوّه مصر وبرّه مصر وفي دول مختلفة يعني. لمّا الناس تسمع تعليم اللغة غالبًا بيفتكروا قواعد وكُتب وتكنيكات وtactics. في رأيك إيه أكتر حاجة الناس فاهماها غلط عن تعليم اللغة من الأساس؟ آمم، فاكر في المواصلات زمان كان بيتوزّع كتاب كده تعلّم اللغة الإنجليزية في 30 يوم، فتلاقي الكتاب فيه زي dictionary كده للمصطلحات والكلام، الترجمة موجودة جنبها بالEnglish والترجمة متعرّبة، بحيث إن الشخص يعرف يقرأ. اهم. ده أكبر misconception في تعليم اللغة، إن أنت عندك وقت معيّن تقدر تحدد فيه إن أنت تتعلم اللغة. خلّينا نرجع كده ببساطة صغيرة لفترة لمّا كنا إحنا أطفال لسه بنتعلم لغة أولى، وفي نظريات كتيرة اتكلمت عن الموضوع ده. أنا دلوقتي كل ما أتعرّض للغة أكتر، كل ما أتقنها أكتر، تمام؟ طيب أنت بتتعرّض للغة الإنجليزية، أنا طبعًا بما إننا مدرسين English أنا هاتكلم عن الEnglish، أنت بتتعرّض للغة الإنجليزية قد إيه في يومك؟ حرفيًا الناس بتتكلم في ممكن يشوفوا post عابر، يشوفوا فيديو عابر، يسمعوا أغنية معيّنة حتى ممكن مش فاهمين تلات أرباع الكلام بتاعها، فبس مش أكتر من كده. وييجي يقول لك خلاص أنا عندي حاسس إن عندي مشكلة في الإنجليزي، حاسس مش عارف أروح فين، آجي منين، أعمل إيه؟ طب أروح أحضّر للIELTS، يمكن الIELTS يعلّي مستوى الIELTS، تحضير الIELTS ما بيعلّيش المستوى. كلمة misconceptions دي لمّا نتكلّم فيها جوّه الوطن العربي بما إننا non native speakers للEnglish، لأ هي كتير، كتير، إنه تعلُّم اللغة محدود أو مُحدّد بوقت معيّن أو بفترة معيّنة، يمكن في عدد ساعات معيّنة أنت لازم تذاكرها علشان تقدر تتنقل من مستوى لمستوى، من A1 لA2، A2 لB1، B1 B2 وهكذا لحد C2، خلاص. ولكن دي مش ثوابت. ليه مش ثوابت؟ لإنه إحنا مختلفين، إحنا اتولدنا مختلفين، اتولدنا بقدرات مختلفة، اتولدنا حتى ظروفنا الصحية نفسها مختلفة، تمام. أنت عندك بيبقى في 2، 3 في الفصل،
لو فصل فيه 2، 3 كل واحد فيهم بيتعلم بطريقة مختلفة، كل واحد فيهم استقباله يا إما أسرع يا إما أبطأ من غيره. فالمفروض إن أنا أمشّي الموضوع في تعلُّم اللغة على إنه ما لوش قواعد ولكنه plan معيّنة، خطة معيّنة، تمام، أنا عارف فيها أنا هاعمل إيه. إنّما كونك إن أنت تحجّمها بوقت معيّن، فده استحالة. ييجي لك مثلًا طالب يقول لك أنا عندي مقابلة سفر interview، أو مش طالب، خلّينا نقول مُعلِّم، عندي مقابلة سفر كمان شهرين أو كمان شهر وعايز آخُد كورس إنجليزي. طيب بُص، روح اعمل placement test، تلاقيه كسول في الplacement test. مش مشكلة، يعني يبدأ بُص أنا عارف كل حاجة. فتيجي تعمل معاه مثلًا placement test، تسأله سؤالين 3 خلاص تلاقي الدنيا رايحة في حتّة تانية خالص. المستوى محتاج. طَب أنت دلوقتي هل أنا ساحر؟ هل أنا المفروض في الشهر ده أنت هتقدر توصل للمستوى اللي أنت عايزه أو إن أنت تقدر تتكلم بثقة في الinterview؟ استحالة، تمام؟ فالناس بتربط تعلُّم اللغة بعامل الوقت. أنا باقول وبارفض تمامًا حتّة إن إحنا نحدد تعلُّم اللغة بوقت معيّن، تمام؟ ده رقم 1. رقم 2، إحنا بنتعلّم لغة ليه؟ زمان إحنا لمّا جينا اتعلّمنا، أنا خرّيج مدارس حكومية وجامعات حكومية وكل حاجة، الشغل على الlanguage كلّه كان كلّه شغل self study، تمام؟ وتعرُّض كتير. زائد إن أنا باحب الEnglish من صغري، فباتعرّض للEnglish كتير، خلاص؟ فأنت عندك في ناس بتذاكر أو بتتعلّم لغة علشان هي مضطرة، ولكن ما فيش حُب للغة نفسها، بيتعلّمها كإنه بيتعلّم أي science، أي علم تاني، أي مادة تانية، زي اللي بيذاكر امتحان في المادة، بيذاكر مادة معيّنة عشان هيدخل الامتحان بعد كده، و خلاص دخل الامتحان، أدّى الهدف معيّن، حل الكام سؤال، خلاص روّح، خلاص خلصت. الEnglish مش كده. دي لغة، إحنا بنتعلم اللغة علشان نتواصل، تمام؟ طَب أنت عملت إيه عشان التواصل؟ جانبين التواصل دول أهم شيء فيهم الlistening، تسمع، تتعرّض، علشان تعرف تproduce الlanguage، سواء بقى يعني كتابةً أو تحدُّثًا، صح؟ وغير كده طبعًا إحنا برضه بنتعلم اللغة من خلال القراءة، جميل، بس إحنا الحاجة الأكثر شيوعًا هي الlistening، زي ما إحنا بنتكلم دلوقتي. خلاص، أنا باتكلم معاك عربي، إحنا بنفهم إحنا فاهمين بعض، خلاص في إرسال واستقبال، إرسال واستقبال. ده المفروض يكون في أي لغة، تمام؟ فتلاقي الناس بتروح في حتّة تانية شوية، تقول لك خلاص طيب أنا هاسمع أغاني، أو بلاش أنا هاعمل shadowing. ومن أكتر الحاجات اللي أنا شخصيًا باتعارض معاها، ساعات باشوف أنت عارف في السوشيال ميديا posts والاجتهادات الكتيرة من الناس والvideos والreels والكلام ده كله، تلاقي حد ينصح الناس بالshadowing علشان الlanguage level يعلى. أنت في الshadowing بتعمل إيه؟ أنت في الshadowing بتسمع وبتردد، صح؟ بتقول زي اللي بيتقال قدّامك. فأنت لازم لمّا تيجي توجّه شخص لشيء في تعلُّم اللغة، توجّهه بوضوح. بمعنى أنا لو قُلت له اعمل shadowing بس، يبقى هو بيشتغل على الaccent. ما تقنعنيش إن حد هيردد شيء بيسمعه من غير ما يفهم معناه، هيطوّر اللغة بإيه. learning the language should be meaningful، إمم. صح؟ أنت مش هينفع تتعلّم حاجة أنت مش فاهمها. فدي حاجة، ده misconception تاني والّا تالت والّا رابع، إحنا ممكن نتكلّم من هنا للسنة الجاية. المفروض اللغة تكون أسلوب حياة، يعني أنت تعيش اللغة. أنا شخصيًا، ومش بانصح بيه الناس، ولكن أنا شخصيًا، أحد الطرق اللي خلّتني أطوّر الaccent، أطوّر الfluency، أطوّر الlanguage بشكل عام، إن أنا باسمع أغاني معيّنة لbands معيّنة، الlanguage بتاعتهم واضحة، تمام، وعندي application على التليفون بيطلّع الlyrics synchronized كده مع الكلام، وابدأ أقول معاهم، مرّة، التانية، التالتة حفظت كلمة من كلمتين من كل سطر، خلاص، بعد كده بالاقي نفسي حفظت الأغنية من غير lyrics خالص، تمام، طيب جميل حلو، كده اتعلمنا إن إحنا نحاكي النطق اللي بنسمعه. طب فين المعنى؟ أنا الكلمة دي مش فاهمها، الexpression ده مش فاهمه، الidiom ده مش فاهمه، طب أنا المفروض أعمل إيه؟ المفروض إن أنا باروح إن أنا أشوف dictionary، تمام، وأبدأ إن أنا أترجم الكلام ده وأفهمه واستخدمه في سياقات خاصة بحياتي أنا، علشان الكلمة تثبت في دماغي، تتزود في حصيلة الكلمات اللي أنا عارفها، تمام؟ إمم. فالموضوع هو عناصر كلّها مع بعض، مرتبطة ببعض، زائد التعرُّض، زائد إنتاج اللغة علشان تقدر تطوّر لغتك. فالناس مش فاهمة ده، في ناس كتيرة مش فاهمة ده. في ناس تقول لك
الإنجليش الmodern English ما لوش علاقة يا عم بالgrammar والvocabulary. شوف كده الأفلام الناس بتغلط، وأنا أسمع أغاني يقول لك she do والكلام ده كله. طيب إحنا عندنا حاجة بالعربي برضه لا تتفق تمامًا مع العربية الفصحى اللي هي لغتنا أصلًا، أيوه، تمام؟ صح. فأنت لمّا بتتكلم informally بتتكلم بالslang، لغة دارجة، لغة الشارع، طبيعي إن أنت مش هتلتزم بالكلام ده، ولكن ده مش هيكون اللغة المناسبة، مش هتكون اللغة المناسبة لسياق الكلام في الشغل. مش هينفع تدخل تتكلم كده مع الstudents بتوعك وأنت teacher في الفصل، مش هينفع تبقى عندك interview تروح تتكلم معاه مع المدير أو الinterviewer وتقول له كده يعني أو تتكلم باللغة دي. الوضع محتاج زيادة وعي شوية، محتاج إن الناس تنتبه شوية. المصادر بدأت تتسع وبدأت تزيد. أقل شيء دلوقتي عندك الAI tools ممكن تعمل conversation معاه وتخلّيه يصحح لك والأمور تبقى تمام وسهلة خالص. ولكن still ال 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 التواصل البشري إحنا محتاجينه، ما إحنا مش هنقعد نتكلم مع robots أو chatbots طول الوقت. ف فوجهة نظري في الأمور إن الناس محتاجة تبقى تزوّد وعيها شوية ناحية الأمور دي. أنا أفتكر من سنين كان أحد الزملا يعني عنده mistakes معيّنة، فأنا بصراحة يعني كنت بابقى مُحرَج أوي إن أنا أصحّح له يعني. أنا كنت أكبر منّه ب4 سنين، فقُلت له: "شوف خلّي بالك المفروض دي تبقى كده مش كده، طَب دي تبقى كده مش كده." خلاص، ففي مرّة بقى بصراحة زهقت يعني، فكان في post فبصراحة رُحت داخل كاتب له إيه، عِدت الكلام بقى بس متصحّح يعني ما عِدتش الجملة نَفْسها، تمام. ما خلاص بقى يعني هو مش عايز يصحّح، هو عايز. فأنا يعني خايف بصراحة عليه يتحرج قدّام الناس يعني في الpost وكده يعني. فلقيته دخل يقول لي: "أنت بتاع الold English، أنت مش عارف إيه، الgrammar والvocab مش عارف إيه، مش مهم." مش عارف إيه الكلام ده. طب ما هو أنا دلوقتي الgrammar والvocab دول أنت بتتكلم زي إيه، عارف المواد الخام اللي أنت بتستخدمه عشان تبني البيت، تبني جدار، عندك الbuilding blocks، الحجر اللي أنت بتحطه فوق بعضه، بس فيه أسمنت، فيه materials عشان تخلّي الحاجة تثبت مع بعض. الgrammar والvocabulary دول بقى إيه، الmaterials اللي بتثبّت الحجر بتاع اللغة، تمام. فما تقنعنيش إن أنت مش هتحتاج grammar وvocabulary، وإلا تعالَ شوف أغلب الناس لمّا بييجوا يتكلموا عندهم مشاكل كبيرة جدًا، يقعد يسكت ويفتكر معنى الكلمة اللي المفروض نِفْسه يعبّر بيها عن اللي عايزه مش عارف الكلمة، صح، مش عارف، مش فاكر الكلمة. وتلاقي لمّا الأمور إيه، الجُمل تطوِّل منّه شوية، الgrammar يروح في حتّة تانية خالص، تلاقي الدنيا باظت. فدي مشاكل تانية كتير. معلش على الإطالة في الرد على السؤال، ولكن أفتكر أحد الكُتب اللي قرأتها اسمه كتاب 30 language teaching methods ده لScott Thornbury، تمام. وده famous author وteacher trainer معروف يعني. الكتاب ده بيعرض الteaching methods من البداية خالص، تمام. وبيتكلم على الnatural methods. بيبدأ في الأول بيتكلم بيجيب مثال حقيقي حصل. واحدة إنجليزية، بنت إنجليزية اتجوزت واحد مصري زمان، تمام. وبعدين جات تسكن معاه في مصر وقعدت مع عيلته. تخيل بقى الlanguage barriers بقى، ده يعني دي إيه، she is English, she only speaks English and he is Egyptian, he speaks Arabic. وطبعًا عيلته كلها بتتكلم عربي. إزاي بقى هتقدر تتواصل في بيئة زي دي؟ جوزها موجود بيتكلم English معاها، بيساعدها، بيعلّمها، طبعًا زي ما الطفل بيتعلم. this is a cell phone, this is a pen، مش عارف this is. خلاص، طيب إحنا بنقول ده اسمه إيه، ده اسمه تليفون، تمام، ده اسمه قلم إحنا بنكتب بيه، دي كراسة، فاهم قصدي؟ طيب، جوزها سافر وسابها لوحدها، سافر دولة تانية وسابها لوحدها. وطبعًا كانت اتعلمت شوية ولكن برضه الأمور كانت صعبة، فعملت إيه، من كتر التعرُّض للغة، ده اللي إحنا بنقوله، عايزين بقى نربط ده بالأمثلة اللي أنا قُلتها من شوية. من كتر التعرُّض للغة بدأت تزوّد الحصيلة عندها وكل حاجة تمام جميل، فاهمة، آجي بقى أنتج، باحاول. طيب، عملت إيه، أسهل حاجة اللي إحنا بنقول عليها للناس، جابت notebook، دي الnotebook بتاعة أحد أولادي يعني جابت notebook وكانت بتذاكر، بتكتب كلمة جديدة سمعتها بتحاول تكتبها. تعمل إيه، تسأل قرايب زوجها، خلاص إيه ده، طب أعمل ده، أكتب ده كده، تعمل، طب أنا غلطت، تطلب منهم يصححوا لها. قواعد، كلمات، مش skills بس، تمام. فهي عناصر متكاملة، خلاص. لحد ما بعد كده شوف
دخلت اختبار زي ما إحنا كده بندخل اختبار الIELTS عشان نثبت مستوى اللغة بتاعنا، دخلت اختبار وكانت تقريبًا شبه native speaker للArabic للعربي بعد كل ده. واو! فالموضوع مش مجرد تعرُّض، مش مجرد أقول لك اسمع وردِّد، إحنا معلش إحنا مش بغبغانات، إحنا مش بنردِّد بس من غير فِهْم، إحنا لازم نكون فاهمين الكلام اللي بيتقال علشان نعرف ننتج لغة صحيحة مفهومة. هو أساس الcommunication إيه؟ الcomprehension، الفهم، الفهم، فاهمني؟ طيب إزاي هتفهم اللي قدّامك وأنت مش عارف تكوِّن جملة صحيحة؟ فدي يعني لو جينا زي ما قُلت لك لو اتكلمنا في الmisconceptions فإحنا هنُسهب، هنتكلم. وفوق كل شيء الmotivation، الدافع، أنت بتتعلم ليه؟ right. اهم. بس أنت بتتعلم ليه؟ أنت لو عرفت الحافز أو الدافع اللي جواك وهدفك خلاص هدفك هيتضح قدامك وهتسعى ليه. إنما أنت مش عارف أنا رايح مع اللي رايحين دول كلّهم بيتعلموا ليه؟ أنا رايح أتعلم معاهم، أتعلم عشان إيه؟ هتتعلم إزاي؟ اهم. بس فزي ما باقول لك الmisconceptions كتيرة جدًا يعني، وخلّي بالك بتختلف من سياق للتاني. ممكن تيجي أسئلة تانية نتكلم على الlead framework right. ودي حاجة تانية، دي حاجة تانية هاتكلم عنها الدافع الدوافع لتعلُّم اللغة أصلًا، لإنه الأمور اختلفت. أنا لمّا آجي الحقيقة أتكلم مع مدرسين lead الأمور frame. اختلفت تمامًا، تمامًا. عارف جملة اتعلم لغة علشان تسافر، اتعلم لغة علشان تتوظّف، إمم. اختلفت تمامًا، ما بقتش تمشي مع الأجيال الحالية. أوكي. والله لأ كلام honestly يعني أتمنى إحنا بسم الله الرحمن الرحيم كده بداية في رأيي الشخصي موفّقة جدًا. لو الناس بس خدت رَد أول سؤال ده وعملوا له internalization أو تعمّقوا وعملوا reflection كده تدبُّر في المعنى. يا جماعة ده كلام من واحد كان مُعلِّم في يوم من الأيام وبقى teacher trainer وconference speaker والناس بتسمع له. مش علشان أمجِّد فيه على قد ما الفكرة كُلّها من وراء الconversation دي إنّك تاخُد حاجة practical وحاجة عملية، حاجة تعرف تطبّقها في حياتك بشكل عام أو في مسيرتك المهنية. أنا استوقفني بقى حاجة واحدة في كل الكلام اللي اتقال ده، حقيقي، يعني أنا sorry في اللفظ بس هنِّجت عندها. يعني إيه أحب اللغة؟ يعني إيه أحب اللغة؟ أنا واحد عربي، أنا واحد كويتي، سعودي، مصري، عربي middle eastern whatever بقى. أنا باحب لغتي علشان أنا نشأت عليها، أنا أصلًا ما أعرفش أنا باحب لغتي والّا ما أعرفش ما باحبهاش، بس هو ده اللي أنا اتولدت عليه وده اللي أنا كبرت بابا بيقول لي بابا، ماما، مش dad and mom يعني. يعني إيه أحب اللغة؟ وهل لازم أحب اللغة علشان أexcel فيها وأتفوّق فيها؟ ده أنا عايز أسمع رأيك فيه الصراحة. شوف كنت في interview كنت أنا الinterviewer لدكتور أوكي. ستيفن كراشن عالم اللغويات الشهير. واو! الكلام ده تقريبًا كان من سنتين أو 3 سنين. كنا بنتكلم عن سؤال مهم جدًا، ألا وهو إحنا إزاي نقدر نقيس تطور مستوى اللغة عند المُتعلِّم؟ إيه الskill إيه المهارة اللي إحنا نستخدمها عشان نقيس مدى التطور ده؟ فأنا كان توقُّعي إنه هيرُد ويقول يا speaking يا writing التحدث يا كتابة بما إنها productive skills مهارات إنتاجية. ولكن بقى هو قال الreading مهارة القراءة. بدأنا بقى ندخل في مقارنة غريبة جدًا وperspective كان جديد عليّا أنا شخصيًا. طب قُلت له: "طب إشمعنى الreading؟ يعني إيه اللي في الreading يخلّينا نقدر نقول إنه ده اللي هنقيس بيه تطوّر اللغة عند الطالب؟" قال لك: "شوف، أنا يعني على لسانه لغتي الأم الEnglish، سافرت المكسيك، كنت باعمل أبحاث معيّنة وكان في شغل معيّن وprojects معيّنة شغّال عليها هناك، وكنت مضطر إن أنا أقعد هناك فترة كبيرة يعني، وطبعًا اللغة الأم هناك هي الSpanish مش الEnglish، فكان لازم يتعلّم اللغة. فرقم 1 بيتعلّم اللغة الهدف إنه عشان يتواصل في البيئة اللي قاعد فيها كتير يبقى عنده هدف، تمام؟
تعالَ بقى اللي بعد كده عمل إيه، قال لي: Do you think I use any dictionaries؟ هل أنا استخدمت أي قواميس؟ قال لي: لأ. قال لي: أنا استخدمت الcomic books، القصص المصوّرة. عارف القصص والكتب بتاعة شخصيات مارفل، سوبرمان وباتمان والكلام ده كلّه، ناس كتيرة جدًا بتحبها. قال لي: استخدمت حاجة زي دي. قال لي: دي أنا باحبها من صغري. فلمّا تلاقي الشخص بيعمل reaction معيّن متعصّب ومكتوب جملة معيّنة، فأنا فهمت إن أنت لمّا تبقى متعصّب بتقول كده. وطبعًا من خلال التواصل مع الناس يوميًا بيبدأ يسألهم والكلام ده كلّه، فبيتضح معاه المعنى أكتر وأكتر وأكتر. فطبعًا هو بيقول لك إيه، بيقول لك ده شغفي من صغري الcomic books. تمام؟ إمم. ما قالش بقى فتحت كُتب، قواميس ومش عارف إيه والكلام ده كلّه. بيقول لي كان في يوم في الأسبوع باروح فيه أعمل shopping، باروح السوبر ماركت والكاشير اللي هناك دايمًا كان بيحاول إن هو يتكلّم معايا English. جيت في يوم قُلت له: اتكلّم معايا Spanish، أنا مش عايز أتكلّم معايا English. فقال لي: أنا اتفاجئت إن أنا فاهمه، وهو اتفاجئ إنه فاهمني وأنا باتكلّم معاه كمان بالSpanish. وبدأ ياخد من القصة دي ويقول إن أنت عشان تتعلّم وتفعّل الreading skill بشكل كامل، إنّك تكون بتقرأ في حاجة that is compelling، ما قالش interesting، ما قالش حاجة ده قال لك compelling، يعني شوف تغوص بتفكيرك وبأفكارك كلّها في الموضوع من كتر ما أنت مشدود ليه. فتلاقي الناس يقول لك اقرأ قصص وكتب كتير. طيب جميل، هتروح تقرأ عن النانو technology والّا الbiochemistry وأنت أصلًا ما تعرفش حاجة فيها ولا طايقها، هتعمل فيها إيه بجد؟ هتحس إن الموضوع overwhelming جدًا، كلمات كتير ومصطلحات وأنا أصلًا مش فاهم الموضوع بالعربي، هافهمه بالEnglish. إنما تخيّل أنا واحد مجنون كورة، خلاص، وجِبت كتاب مثلًا إبراهيموفيتش كان عامل كتاب عن نَفْسه، بس أنا باحب بقى إبراهيموفيتش ده جدًا، أروح أجيب الكتاب بتاعه وأقرأ قصة حياته. هاتعلّم الlanguage وهابقى مستمتع جدًا، وهاقدر أستخدم الlanguage دي بعد كده. ليه؟ لإن حاجة أنا حاببها، حاجة أنا حابب إن أنا أتكلّم عنها. أنت بتحب الpodcasting، بتحب الpublic speaking، قارن ما بين تجربتك أنت وأنت بتتكلّم في الموضوعين دول، صوّر نَفْسك وأنت بتتكلّم في الموضوعين دول، وصوّر نَفْسك وأنت بتتكلّم في أي موضوع تاني أنت مش مهتم بيه أوي. أنت نَفْسك هتحس إن أنت بتتكلّم بشغف. ما بالك وأنت بتتعلّم لغة من حاجة أو من مصدر أنت نَفْسك حابّه. يعني أنا مثلًا يمكن كتير ما يعرفوش حاجة عن حياتي الشخصية، يمكن كل الناس ما تعرفش حاجة عن حياتي الشخصية أصلًا. ولكن أنا آآ حياتي متمحورة حوالين الشغل، حوالين الteaching. هاقرأ كُتب في الteaching، هاقرأ كُتب في الpublic speaking. فلمّا تيجي تلاقيني باتكلّم ده أنا مقتنع وأنا حابب وأنا باقول والlanguage بتزيد كمان كل ما تقرأ زيادة. كُلّنا أصلًا language learners في مستويات متفاوتة مختلفة ما بين شخص والتاني. فالشخص لو حَب الحاجة اللي بيتعلّم من خلالها اللغة، هيتعلّمها، حتى لو أنت ما بتحبّش اللغة. تمام، ده رقم 1. رقم 2، أفتكر زمان كنت شغّال في مؤسسة، أقوى إدارة تعليمية في حياتي كانت في المكان ده. أقوى، كانت يعني شخصية مش شخص. she was a female. أوكي. تمام، المكان كان متكامل، ولكن طبعًا ما فيش مكان متكامل بنسبة 100%، يعني كان في بعض يعني إمم. المشاكل. أوكي. خلاص، إمم. آآ أحد المشاكل دي كانت في التطوير المهني، كانت بيئة مُغلقة نوعًا ما. يعني التطوير المهني هنعمله مع بعض، يعني كل واحد هيدّي session في يوم، بعد كده نتكلم ما فيش أي perspectives من برّه خالص. تمام، فلمّا أنا بدأت أخرج عن النطاق ده ومشيت من المكان ده، الcurve بتاع الcareer بتاعي بقى كده، يعني اترفع بالكامل، بالكامل. عارف أنت لعيب الكورة اللي تلاقيه بيلعب أنت عارف إنه لعيب كويس وبيلعب في فريق معيّن عادي، أو حتى لعيب كويس، بس يروح فريق تاني تلاقيه هداف بُص ممكن يعني ياخد البالون دور، يعني ممكن ياخد الكرة الذهبية حرفيًا. وحصلت مع لاعبين كتير، إن تلاقيه لاعب في فريق مغمور وراح فريق تاني اكتشف نفسه. فاهم قصدي؟
أنت بتكتشف شغفك من خلال إن أنت كل يوم بتعرف ناس جديدة، بتتعرّض لبيئات جديدة. طَب أنت دلوقتي عندك الEnglish ده هي لغة دولية، لغة international، أنت لو مسافر أي بلد ما بتتكلمش English وأنت ما بتتكلمش أصلًا لغة الدولة دي، أول option قدّامك هتتكلم English. فكونك إن أنت تتعلم لغة تقدر تتواصل بيها مع ناس مع مش عارف التعداد الكامل لسكان الكرة الأرضية، بس ممكن نقول إن أغلب الكوكب بيتكلم English أو على الأقل بيفهم English بعض الكلمات. فتخيل إن أنت في إيدك سلاح أو مفتاح نجاح، تمام، يقدر يخلّيك تقدر تتواصل مع الناس بمختلف ثقافاتهم، بمختلف عاداتهم، تتعلم منهم. هو أنا شخصيًا المعرفة عندي كانت بتزيد من التواصل مع الناس اللي بنقرأ أسمائهم على الكتب. خلاص عملت علاقات معاهم، زوّدت أو وسّعت الnetwork بتاعتي، زوّدت الconnections عندي من خلال إيه، الEnglish، تمام؟ فأنت شغفك في الحاجة دي هو اللي بيخلّيك تتعلّم، أنت مش هتتعلّم حاجة ما بتحبهاش. في ناس تختلف معايا، في ناس تقول إنه حاجتك ومسؤولياتك هي اللي ممكن تخلّيك تعمل الحاجة. أنا مختلف، لإن المسؤوليات ممكن تدّي لك الpush أو تدّي لك الenergy إن أنت تعمل حاجة، بس بعد وقت لو مش بتحب الحاجة دي، هتلاقي نَفْسك بتُستهلك نفسيًا وذهنيًا وجسديًا، لدرجة إن أنت في أي وقت مش هتحب تعملها تاني. أنت فكّرتني بصلاح أبو المجد. صلاح أبو المجد بيتكلّم في الموضوع ده بشكل هستيري يعني، اللي هو يقول لك الشغف ده مش فيما معناه للعيال، المسؤولية دي اهم. الناس الكبيرة، هو أنت اللي بيحركك المسؤولية مش الشغف. لو وأنا كده ما كانش هو معاك. طلع في فيديوز شِبه يوميًا في نَفْس الحاجة اللي بيعملها، هو عنده حُب للمجال ده. علشان كده هو بيعمل videos في دي. بُص، أول نصيحة، بُص السوشيال ميديا للأسف خلّت كل الناس تتكلّم، وأي حد عايز يقول أي حاجة بيقولها. بس أنا أرجع وأقول حاجة واحدة بس، هي one size doesn't fit all. اللي يمشي مع حد ما يمشيش مع غيره. كلّنا قصص مختلفة، كلّنا رحلاتنا مختلفة. ما نتكلّمش في حاجة في المطلق، وده درس اتعلّمته من شخص في المكان اللي قُلت لك عليه من شوية. ما تتكلمش في المطلق، ما فيش قواعد في الحياة، القواعد هي من ربنا سبحانه وتعالى فقط. أي شيء تاني هي opinions، آراء، تخضع للتشكيك، تخضع للاختلاف، تمام، تخضع للتغيير، وده بيحصل وده بنشوفه يوميًا. تلاقي نظرية علمية شغالين عليها ومؤمنين بيها ومتعلمين ومعلمين أجيال ليها، وتيجي في 2025، 2026 حد يطلع لك بحاجة تدمر النظرية دي خالص. اهم. فاللي أنا شايفه إنه لو أنت مش حابب الحاجة اللي بتعملها مش هتعملها، وخصوصًا حاجة تقيلة زي تعلُّم لغة تانية. right. بصراحة يعني أنا كواحد يعني الحمد لله أقدر أقول إن أنا كنت محظوظ جدًا إنه بسبب نشأتي، فكنت من سِن صغير جدًا في مدارس international وكنت مولود برّه مصر، فكانت قصتي مختلفة تمامًا عن العامة. فالحالة اهم، بتاعتي نقول عليها حالة شاذة في موضوع الإنجليزي، هو أنا نشأت في بيئة مُحاطة بالإنجليزي. فلمّا اهم، أرجع وأقول دلوقتي أو آجي أقابل زمايلي مثلًا على سبيل المثال من شتى بقى المجالات، ويعجبهم الإنجليزي على سبيل المثال، يقول لك اهم، بس كده، عبد الرحمن إيه النظام؟ ادّيني ال على رأي لغة الشباب يعني ادّيني البريف في رغيف، عارف؟ أها، أيوه، ادّيني الخلاصة أعمل إيه؟ تحسّها كوباية أو معلقة عسل كده يحطها في بُقّه وخلاص شكرًا. أيوه، أنا ساعات كتير جدًا ما باعرفش أرُد، بس ساعات بتاخدني كده الجراءة إن أنا محتاج أرُد على الناس دي، طب ما أنا الإنجليزي اللي معايا ده حاسس إن أنا معايا مسؤولية، محتاج أقدّرها اهم، كويس جدًا وأفيد بأي شكلٍ كان. فأنا لا أخفي عليكِ سرًا، أنا بابقى دايمًا من الproponents أو من الناس اللي باحب دايمًا أقول يا جماعة هو الموضوع كُلّه مبني على practice، مبني على اهم، rehearsing، مبني على إنك تحُط نَفْسك في بيئة environment الكلام ده كُلّه. أنا بالضبط، اتفاجئت الصراحة من هاسميه تكنيك، هاسميها tactic، سموها زي ما تسموها بقى، بس إنك تخلّي حاجة بثقل تعلُّم اللغة الإنجليزية أو أي لغة بشكل عام،
مرتبطة أو بتبقى عن طريق الchannel في حاجة أنت بتحبها. قصة اهم. الcomic books بتاعة الراجل ده قصة جامدة جدًا، جامدة جدًا، اللي هو طَب أنا الصراحة سافرت شوية، يعني سرحت شوية، اللي هو طَب أنا في موضوع عايز أطبّقه في حياتي، ما لوش دعوة باللغة، طَب هو أنا إيه الأخبار لو أنا شكِّلته بقى عن طريق حاجة أنا باحب أعملها، ففي نفس الوقت أضرب عصفورين بحجر، أنا باستفيد بحاجة interesting compelling. يعني نفسي ألاقي الترجمة الحرفية لموضوع compelling ده، يا ريت لو تساعدني حتى. لو ما مش عرفتش، أنا يعني شوف أنا قُلت لك حاجة تقدر تغوص فيها بأفكارك بكُلّك، يعني بالضبط، تتنقل لعالم تاني حرفيًا، يعني أنت بتvisualize another world. من خلالها من خلالها بالضبط، بالضبط. فالفكرة إنه الكلمة مُعبّرة جدًا، هو ما قالش not only interesting it should compelling. be compelling. اهم. فلمّا تيجي تفكّر في ده وتفكّر في تجربته إن هو مش بيقول لك نظرية، مش بيقول لك كلام نظري، بيقول لك أنا نَفْسي اتعلّمت كده، وأنا أيوه. نَفْسي اتعلّمت كده. أنا خلّيني أقول لك على حاجة صغيّرة، أنا من زمان طبعًا ح تعليم حكومي وأفتكر كُنّا بنروح يعني centers فيها مواد كتير وكان الEnglish فلحد سنين معيّنة ما كناش بناخد English تمام، يعني الموضوع عادي، فكنت باشوف مُدرِّس English بيروح للطلاب اللي أكبر مننا شوية، وأبُص له كده حاسس إنه حاجة كبيرة أوي يعني، وعايز أتكلّم معاه، إحنا هنتعلّم English إمتى؟ هنتعلّم English سألته أكتر من مرّة، وبعدين لمّا اتعلّمنا لقيت نَفْسي حابب ده جدًا، 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 وبقيت أروّح كان عندنا كل يوم على القناة التانية كان في أفلام أجنبي بتبقى بالليل، فكنت أحب إن أنا أقعد علشان أسمع وأبُص على الترجمة الsubtitles الموجودة بس الترجمة بالعربي، فأبدأ أشوف وأسمع وأحاول إن أنا أقلِّد بيقولوا إيه، ويا سلام لو اكتسبت كلمة، فهمت معنى كلمة، أروح أقول للمُدرِّس تاني يوم. فضل الموضوع معايا، فضل معايا، فضل معايا لحد كان في أحد الجيران شغّال مترجم، علّمني إزاي أستخدم القاموس وادّاني قاموس هدية. بدأت إن أنا أستخدمه، كان القاموس English وقال لي كلمة ما انساهاش من يومها، الكلام ده من زمان جدًا، قال لي: "أفضل قاموس تتعلم منه هو القاموس الEnglish مش الEnglish Arabic، إنك أيوه. هتترجم السياق، هتفهم الEnglish وهتكتسب English، إنما الكلمة العربي خلاص أنت خدت المعنى على الجاهز وخلاص، ممكن ما تستخدمهاش، ممكن تنساها." نيجي بعد كده موضوع التعرُّض للغة، خلاص أنا حابب اللغة، حابب إن أنا أتعلمها شخصيًا. فجات من سنين كتيرة قنوات MBC، إمم. MBC2 فاكر إن أنا فضلت تقريبًا 10 أيام أفتح التلفزيون كل يوم ألاقي counting down مثلًا 10 days 9 days 8 days 7 days لحد ما القناة خلاص هتشتغل. ليه؟ علشان الإعلانات الtrailers والإعلانات اللي بيجيبوها للأفلام اللي هتشتغل وكده، قُلت ياه! أفلام أجنبي هاتفرّج واسمع، أتفرّج واسمع، مش عشان أتفرّج على الفيلم، علشان أسمع الlanguage. أوكي. وفضلت أتفرّج كتير، 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 وبعد كده رُحت في إيه، كان زمان الراديو في محطات ما زال يعني في أغاني English كنت أحب أسمعها أردِّد بقى غلط، أردِّد صح مش فارقة. جالي الكمبيوتر اللي هو الcompact اللي هو كان أوكي. الscreen فوق الhard أو الcase برضه بعدها بشوية الcase انفصلت، فاكر أغاني من يومها لحد دلوقتي. أنت فاهمني؟ كنت باحب أسمعها وأرددها، أحب أسمعها وأرددها. نيجي بعد كده دخلت إعدادي، ثانوي، حتى الجامعة، لمّا دخلت الجامعة في الأول كان تخصُّص غير إنجليزي أصلًا، كان French وكان حاجة داخلية أنا مش حاببها ما نجحتش فيها. فهنا I'm trying to practice what I'm preaching إن أنت لو ما عملتش حاجة بتحبها مش هتمشي فيها. أنا جرّبت، ضاع من عمري 4 و5 سنين علشان أنا جرّبت وباقول لك لو ما عملتش الحاجة اللي أنت بتحبها مش هتنفع، هتعيش تعبان طول عمرك. يعني المسؤوليات ثانية بتقول واحدة، حاولت تتعلم French، صلّحني لو أنا غلطان. أنا كنت دايمًا كويس في اللغات، أوكي. حتى في ثانوية عامة كنت شاطر في الFrench جدًا وشاطر في الEnglish ولكن دخلت French لظروف ما شخصية يعني يعني أوكي.
بالترشيح، تمام، بالتوصية الإجبارية، أوكي. خلاص. ما مشيتش فيها، ما مشيتش فيها خالص، طب ما هي فباحاول ما فيش، باحاول ما فيش. هل حاولت تطبّق فكرة إنك تجيب حاجة interesting بس تجاه الفرنش، بحيث إن هي تبقى وقتها وقتها كان صعب، لإنه شوف كلية الآداب عمومًا التعليم أكاديمي جدًا وكلام نظري كتير جدًا، فكونك إن أنت تحاول إن أنت تحب ده غصب عنك، فالموضوع كان صعب. أفتكر وقتها في الدراسة ما كانش في professors عمومًا مُدركين فكرة إن أنا أحبِّب الstudents في المادة بتاعتي علشان يعدّي، لأ، هو أنا هادخل هاشرح الكلمتين وهامشي. وأنا بعد كده لمّا جيت دخلت بقى الEnglish خلّصت دراسة الEnglish بعد كده في كُلّية تانية 4 سنين تانيين، واتخرّجت أول دُفعتي وبدأت أتعلّم وأخدت courses TESOL وTOEFL والكلام ده كُلّه وبعد كده الCELTA وما إلى ذلك. لمّا جيت فكّرت وشُفت يعني الدراسات والنظريات بتقول دايمًا إن في بعض الteachers أيًا كان وخصوصًا الteachers at universities بيكونوا عندهم high content علم غزير ولكن low technique. الhow to بقى، الhow to هي lecturing تمام. ومش كلّهم. تعالَ شوف الteachers of young learners مدرسين الأطفال low content high technique. right. تلاقي كمية creativity وinnovation جوّه الفصل مش طبيعية. ولذلك أرجع تاني لموضوع الدراسة، أنا وقتها ما كنتش مُلِم بده، وما كنتش حابب ده، فأنا كنت باحاول خلاص إن أنا يعني أovercome أحاول إن أنا adapt فاهم قصدي؟ خلاص أنا بadapt ما نفعش، ما نفعش it didn't work. بعد كده لمّا دخلت دراسة أنا حاببها، أنا ما ذاكرتش وطلعت أول الدفعة، لإن الlanguage نفسها عندي وأنا حاببها، فأنا قاعد مستمتع باللي باسمعه، أوكي. فهمتني؟ اهم. آآ فده اللي أنا باقول عليه، حبّيت الحاجة عملتها بحُب فعلًا، لإنّك أنت شايف نَفْسك فيها، شايف نَفْسك هتوصّلك لحاجة معيّنة مرتبطة بأهدافك في الحياة، خلاص هتلاقي الموضوع سهل معاك جدًا. أفتكر إن بعد الدراسة اشتغلت دروس كتير، كتير وفي وسط الدراسة بسبب تأخُّر السِن عندي، لإن دخلت كُلّيتين، اتأخّرت عن دفعتي 4 أو 5 سنين، زائد جيش وكلام من ده كُلّه. آآ أنا في الجيش كنت بpractice الlanguage، كنت بادّي كورسات English في الجيش. أنت فاهم؟ جامد. بجد كان معايا والله معايا notebook قدّامي هنا اللي كنت باذاكر فيها وأنا في الجيش، باكتب فيها كلمات وأدخل على Google Translate وأجيب الsynonyms علشان أعرف معنى الكلمة دي ليها معاني إيه وإيه وإيه وإيه. فخلّصت أنت طلعت محظوظ بقى كمّلت تكون أيام الجيش. لا، يعني بصراحة كان عوّض ربنا بصراحة، كان عوّض ربنا، كانت من أحسن السنين اللي أنا اتغيّرت فيها شخصيًا أصلًا، يعني شخصيتي نفسها كنت introvert جدًا، لأ بدأت إن أنا أتفتح شوية من بعد الجيش. آمم كنت باحاول طبعًا ادّيت دروس كتير، كتير، دارس كتير جدًا. بعدها كنت عايز أهرب من التدريس، أهرب منّه. عارف الصورة النمطية بتاعة المدرس الدروس ومقرّات وحوت الكيمياء وعفريت الفيزياء والكلام ده كلّه، أنا ما كنتش مؤمن بالكلام ده خالص ومش مقتنع بيه، لإنه هو ليه ناسه وما هوّاش غلط، ولكن أوقات بيتم بطريقة غلط، تمام؟ فأنا ما حسّيتش نَفْسي فيه. اشتغلت call center أوكي. تمام؟ وأول interview رُحته وI got accepted كان في Vodafone UK. ركّز بقى في الحتّة دي، إن أنا قاعد قدّام الbranch manager خلاص، وبيكلّمني English وأنا باتكلّم English، ما خدتش أي كورسات English أصلًا. أنا كان عندي مشكلة باتكلّم ببطء، باتكلّم English ببطء. فلقيته بيقول لي: "هو أنت دايمًا بتتكلّم ببطء كده؟" اتنمّر عليّا حرفيًا يومها يعني. أوكي. فقُلت له: "لأ، يعني أنا باتكلّم كده عادي أصلًا في العادي العربي زي الEnglish، مش دايمًا أكون سريع جدًا يعني." فأنا بافتكر كلمته لمّا باتكلّم، لأن أنا ساعات باتكلّم بسرعة جدًا سواء عربي أو English يعني. بالضبط. اشتغلت على الlanguage كتير مع نفسي، زي ما قُلت لك ما خدتش language courses. طَب إيه اللي يساعدني على ده؟ إن أنا باحب اللغة نفسها، فطبيعي إن أنا هاوصل لهدفي فيها
بسرعة، ومش بسرعة بس، بشكل متقن، ده أنا إنك بتحب الشيء. أضيف نقطة هنا. اتفضل. أنا شاهد عليها، شاهد عيان بقى. أنا جزء لا يتجزأ من شغلي إن أنا باحاول أدوّر على الكوادر اللي ممكن تفيد جمهوري وتفيد ناس أنا ممكن ما أعرفهاش. اهم. فأنا علشان أوصل للشخصية محمد نبيل، كان في a lot of mutual people بيننا. لو حتى لاحظت على LinkedIn، ديل سبافورد وماكميلان ونيثن والر، ناس كتير قوي اللي هو واو. ولقيت مو نبيل، ايه ده؟ لا، ثانيه واحده، ده مصري يا جدعان، فكك بقى من الناس دي كلها، ده مين ده؟ فاللي هو دخلت على البروفايل اكتر من مره، تابعتك فتره. بعد كده وصلت للبيج بتاعت اديوكاست. بص بقى، بص دي بقى بالنسبه لي اللي هو كانت ايه، الراجل ده لازم يجي. انا قاطع، عارف، انا هفضل وراك لحد ما تقبل وتيجي. دخلت على اديوكاست، انت تقريبا كنت عامل بودكاست ماتيريال، اهم. هي الصوره اللي بعتها لك على لينكدين. سمعت البودكاست اللي هو اول واحد ظهر قدامي، كان فيه بلاي بutton، يلا انا عايز اسمع الراجل ده. سمعت، اوكي جريت، خلاص تمام. جيت ببعت لك على لينكدين، بعت لي فويس نوت، انا بعت لك تكست، شوف اهم. ربك بقى. بعت لي انت، قال انت ممكن كنت ترد عليا بتكست عادي، انت ربك قدر انك ترد عليا بفويس نوت. انا سمعت الفويس نوت. انا لا اخفي عليك سرا، انا كنت جنب مراتي، انا سمعت الشخص ده اللي موجود على اديوكاست، وسمعت الفويس نوت ده. انا اقسم بالله متخيل ومتاكد ان ده شخص غير الشخص ده من ناحيه اللغه. يا جماعه مستحيل. ولذلك that was to me القشه بقى التي ظهر قسم الظهر البعير، اللي هو لا شكرا. ايه السر؟ واحنا بنتكلم يعني، انا متخيل برضو حتى في اديوكاست، انت ما شاء الله مهتم بجسمك دلوقتي، انت كنت مليان شويه I think، الحمد لله. صح كده؟ الحمد ففي لله. تغيير جذري بيحصل في الموضوع. فاللي هو I need to know what's your secret sauce. ففكره اصلا انك بتقول لي دلوقتي موضوع الحب اللغه، انت حرفيا اصبت مربط الفرس زي ما بيقولوا، ان هو لا، انت عرفت الحب بشكل مختلف يعني. مش الكلام الكليشيه اللي بنسمعه على السوشيال ميديا، وحب حاجه وحب ما تعمل هتعمل لأ، ما تقول. أنا جرّبته، أنا جرّبت أعمل حاجة أنا مُجبر عليها، ما نجحتش فيها مهما تعبت، وأنا من الحمد لله ده فضل ونعمة من ربنا، أنا ما باتعبش بسهولة، مش بايأس بسهولة من عمل الحاجة. إنما لمّا جرّبت الحاجة اللي أنا باحبها، لقيت نفسي أنا ممكن أتعب نفسي عادي جدًا وأتحمّل فوق تعبي زيادة علشان خاطر أعملها. خلّيني أقول لك على حاجة صغيرة طريفة جدًا بمناسبة الpodcast. الpodcast دي طلعت فكرتها out of nowhere حرفيًا. المُدرِّس مشغول دايمًا، محتاج يسمع حاجة، مش محتاج يشوف، مش محتاج يحضر حاجات كتير، ما عندوش وقت. فقُلت طَب المُدرِّس محتاج يتعلّم، طَب أنا ألخّص له كُتب، ألخّص كُتب، رُحت ماسك كُتب. فجِبت لي كتاب اللي هو كتاب 30 language teaching methods كنت باقرأ فيه، فقُلت بس خلاص هابدأ إيه، كل method هتبقى في episode لوحدها. 5، 6 دقايق كده جميلة خفيفة سريعة، ولقيت إقبال كبير جدًا، ولكن حسّيت إن ما فيش creativity. أنا أعمل إيه؟ أنا بالخّص الجزء وبافهّمه للناس بالEnglish برضه وكل حاجة والكلام ده كلّه. عايز أعمل فكرة جديدة، طَب أعمل إيه؟ بُص بقى أنا هinvite people، هابدأ أبعت invitations لناس، أبعت invitations لمين؟ الauthor بتاع 30 language teaching methods هو Scott Thornberry، وهو كان أول guest في الpodcast. يعني يا ما شاء الله. ده كان محطة كبيرة وفي نفس صعبة جدًا. عارف أنت هتجيب guest معيّن على level معيّن، ورّيني هتجيب مين بعده، بالضبط. ورّيني هتجيب بالضبط، أنت فاهم؟ بيبقى الوضع صعب، صعب جدًا. زي ما تعمل event مكسّر الدنيا وconference مكسّر الدنيا، وعايز تعمل event بعده بس ما فيش في دماغك طب إزاي؟ مش هاخرب النجاح اللي حصل ده. فالشغف هو اللي خلّاني أكمّل، هو اللي خلّاني أكمّل 3 سنين بinterview people، بinterview linguists، بinterview teacher trainers. تمام؟ الشغف والrisk taken كمان، إنه في ناس تقول إيه ده، أنا هادخل أكلّم ده مش هيرُد عليّا، طب هاقول إيه؟
أحسن أغلط في الlanguage وأنا باكلمه ومش عارف إيه وياخد انطباع مش كويس ويرفض و. If you never try you'll never know. دي أصلًا في أحد الColdplay songs طبعًا they are my favorite band. Yeah. الفكرة كلها في إنه شغفي للحاجة دي اللي خلّاني أكمّل فيها. تخيّل بقى أنا كنت باسجّل إزاي؟ في episodes ما كانش عندهم وقت خالص، في interviews ما كانش عندهم وقت، فكنت باعمل إن أنا بابعت الquestions بعد ما أتّفق مع الguest وهو يبعت الanswers وأبدأ أمنتج وأسجّل بصوتي. ما كانش في الmic الprofessional ده، كان في mic بسلك. Yes. وبُص بقى الضحك، كان عندي كرتونة كده أوكي. خلاص، كرتونة كده كنت مقفّلها ومقفّلها خالص يعني وعامل مدخل للمايك والناحية التانية مفتوحة بفتحة معيّنة كده بحيث إن أنا أتكلّم فتضغط الصوت فيبان الquality أفضل شوية، وأبدأ إن أنا إيه، إن أنا بقى إيه والله يعني أخلّي أزامن بقى إيه، كلامي مع كلام الإيه، ال 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 الguests بتوعي. وأطلّع وأقعد كتير وأعمل وأدخل على canva أو على الphotoshop وأعمل الbanner وأبدأ أpost وأعمل الpodcast أعمل account على Spotify أو Anchor اللي هو دلوقتي بقى Spotify for podcasters. الكلام ده كلّه كان بياخد وقت ومجهود and it's for free. I'm not getting paid. فإيه اللي هيخلّيك تكمّل في حاجة وأنت you don't get anything but judgments and criticize from صح. everyone. شغفك هو الحاجة الوحيدة اللي هتخلّيك تعمل ده. ما تقوليش مسؤوليات. المسؤوليات هتقول لك طيب أنت لازم تسعى وتpromote your name to promote yourself خلاص وtcreate something new ودايمًا to think outside the box وتتكلم مع ده لحد ما الفرصة تيجي. لو أُحبطت خلاص مش هتقوم تاني. إنما لو في شغف مع المسؤولية، أنا أضمن لك إن أنت تكمّل. طبعًا يعني بمشيئة ربنا وحده، ولكن إحنا بنتكلم في أساسيات الحياة. هو دلوقتي 1+1=2. أنت عايش بتعبد ربنا طمعًا في الجنة، طمعًا في الآخرة، عندك شغف لده. لو أنت ما عندكش هدف هتعمل ده. يا أخي ده الصلاة، العبادة نفسها اللي مطلوبة مننا لو مش بتعملها بخشوع وبحُب ممكن ما تتقبّلش منّك. اهم. فبلاش نغمة المسؤولية هي اللي هتدفعك، دي ناس بيبرروا بيها عدم وجود شيء يحبوه أو مدى عدم رضاهم عن مجرى سير الحياة. فيقول لك المسؤولية إحنا مُجبرين، أصل لازم. أنا هاقول لك على حاجة، الteaching من أكتر الأمور المرهقة اللي وُجدت في الكوكب، ومُتعبة بشكل كبير، ومش rewarding بالشكل المتخيل ولا الشكل المتوقع. ولكن لمّا آجي أشوف نفسي أنا هاشتغل حاجة تانية مش ما باعرفش، مش هاعرف أسيب الteaching، مش هاعرف. إمم. ليه؟ لإن في حُب للحاجة دي من زمان. حاولت أهرب منها أكتر من مرّة، بس هو قدر ربنا إن أنا أرجع لها تاني. قيس ده على كل حاجة بما فيها تعلُّم اللغة. right. جميل. حقيقي والله لأ، يعني خلّيني كده أsegue لنقطة جميلة جدًا، إضافةً بقى على الكلام ده كلّه. أنا عايز أتعمّق شوية معاك في قصة أنت واحد you took the ladder أو خدت السلِّم من مُدرِّس لteacher trainer conference speaker لواحد أنا شايفه إن هو thought leader في المجال بتاع الeducation. I just wanted to understand. أنا عايز أفهم بقى وأنت مُدرِّس، لو النهارده هاكلّم مُدرِّس بيقول يا دنيا ويا بسم الله ويا رب، اهم. إيه الحاجات اللي أنت اتعلّمتها كانت بقى من الCELTA من الTESOL من الTEFL من whatever right من الeducation bachelors بتاعتك، حسّيت إن هي مش practical والمفروض أصلًا دي ما نتعلّمهاش أو المفروض أصلًا ما نطبّقهاش في الفصل، هو theory بس مش أكتر ولا أقل. لو عايز أرجع للحتّة الإنسانية دي من المُدرِّس للlearner أو المُتعلِّم. أنت طيب، ضحكت فأنا عايز أسمع. أنا TEFL trainer خلاص، أوك وأنا عارف مليون في المِيّة إن ده هيزعّل ناس كتير جدًا.
لكن يا جماعة خلّينا نفكّر بالمنطق وبالعقل، أنت مُدرِّس بتاخد سَلْتة، بتاخد TEFL، بتاخد TESOL، بتاخد أي كورس فيه teach and practice، يعني اتعلّمت الtheories ويالّا بقى هتpractice علشان تاخد feedback وتبقى أحسن مُدرِّس عرفته البشرية. هتدخل فصل من فصلين، أنا باسميهم نوعين من الcontexts. النوع الأول وأنت language teacher، النوع الأول اسمه آآ the scarcity context، والنوع التاني اسمه the abundance. تمام؟ طيب خلّيني أقول لك أنا حاليًا بادرّس في الabundance context ودرّست كتير في الscarcity context. آخر تجربة teaching هنا وآخر تجربة teaching هنا هاتكلّم عنها، وأنا teacher trainer not just a teacher. تعالَ بقى درّس الEnglish، ادخل الفصل، ما فيش أي نوع من أنواع الmotivation عند الطالب، الطالب جاي غصب عنّه. الطالب جاي دافع مصروفات المدرسة الinternational الكبيرة، عارف إنه هياخد الGPA بعد كده وهيدخل الكلية اللي هيدخلها وخلاص وشكرًا. حاول بقى تدرّس له language، استحالة، استحالة. هتلاقي ناس بتطلع تقول لك differentiate، يعني استخدم الdifferentiation لstudents مختلفين، استخدم activities مختلفة جوّه الفصل علشان إيه to tailor everything to every student's needs والinterests والكلام ده كلّه. ما حدش بيقول لك ده بالضبط إزاي، بس هم بيقولوا لك كده ومش هينجح. يقول لك شوف you should learn how to be a good classroom manager، خُد manager، خُد classes أو courses في classroom management أو how to maintain discipline in the classroom، ومش هينفع، لإنك بتدخل للفصل ده عشان تنصحهم نصيحة من قلبك تقول لهم you should learn the language otherwise you won't get a good job. إمم. أنت لازم تتعلم English يا إما مش هتحصل على وظيفة كويسة، مش هتسافر. الإنجليش هو كل حاجة. يطلع لك طالب بقى يقول لك إيه من الscarcity context. آخر teaching experience كانت في مصر. أوكي. قال لي: "يا مستر أنت بتتابع تيك توك؟ أنت بتتابع يوتيوب؟ طيب الناس هناك ما بيتكلموش English وبيعملوا ملايين يوميًا في الlive يعني، خلاص؟ أو ممكن أعمل حاجة online كده، أعمل page وأطلع أعمل فيديوز أعلّم الناس حاجة وكده وبتاع والمشاهدات والدنيا وبتاع، فالEnglish مش فارق يعني. قُل لي أنت لمّا الاحتياجات والدوافع تختلف هتساعدهم إزاي بالTEFL والTESOL والCELTA؟ بعيدًا عن موضوع الدافع واللي أنا قُلته ده، أنت في الTEFL عندك من 8 ل10 طلاب هيحضروا لك الTPA، أنت بيحضر لك كام في الفصل؟ 25 average، إمم. تمام؟ طيب اللي جاي في الTEFL ده بيتعمل دعاية، بيتقال لهم free English course وادخل وهتاخد شهادة في الآخر، يعني هو حاضر عشان عايز يتعلم، تمام؟ تعالَ أنت علِّم بقى حد من الteenagers اليومين دول، فين الدافع اللي عنده عشان يتعلم الEnglish؟ ممكن عند 1، 2، طب والباقي؟ ما فيش. فالظروف المثالية، الظروف المثالية اللي بتتوفر في الكورسات بتاعة تدريب المعلمين للأسف لا تمت للواقع بصلة، طبعًا. فالteacher مهما كان مؤهل بيفشل، مهما كان مؤهل بيتعب، بيتعب جدًا، وبيدرك إن هو حاجة من 2، يا إما الكورسات دي ما كانش ليها لازمة والواقع شيء تاني، وبيفضل يدوّر زي الغرقان اللي بيتعلق في قشاية على أي حد يقول له حل. إيه الحل؟ زائد ضغط الmanagement في المدارس أو المؤسسات اللي بيشتغل فيها، زائد مليون ضغط. سيب بقى المثال ده على جنب. تعالَ بقى إيه the context of the abundance. أنت عندك طالب معاه سيارة أو عربية بمرتب سنتين 3 من مرتبك، فتعالَ قُل له أنت لازم تتعلم الEnglish عشان يبقى ليك مستقبل. وِش المستقبل يا أستاذ؟ صح. هيطلع هي هيمسك الbusiness بتاع أهله، أو هيطلع منحة معيّنة، أو أحد الطلاب قالها لي بشكل مباشر وصريح: "Why should I pay attention if I can go in the summer to Oxford and take an English course there? Why should I care?" So they إمم. have everything they need. فهنا هرم الاحتياجات اتقلب، اتغيّر.
اتغيّر، هنا في احتياجات مختلفة، وهنا في احتياجات مختلفة. قُل لي بقى الcourses دي هتقدّم لك إيه في دول؟ ولا حاجة، ولكن الcourses مهمة جدًا، ما أنت بتاخد منها الbasics إزاي تدرّس الskills والsystems، إزاي تmanage الclassroom، الأساسيات اللي أي مدرس محتاجها، ولكن ما بعد ذلك دي مهمة المدرس نفسه، إنه يروح يحلّل المشكلة، يرجع يself reflect أو يعمل reflection ويرجع يجرّب حاجة تانية وهكذا. ده اللي خلّاني أوصل لframework اسمه الLEAD L-E-A-D Leadership, Explicit Technology and AI, Agency and Distinction. اهم. كل عنصر من العناصر دي أنت بتدخّله جوّه الدرس، بتintegrate it جوّه الدروس. تعالَ في الscarcity context، الطالب اللي بيقول لك أنا هابقى تيك توكر والّا بلوجر والّا أيًا كان، لمّا تيجي عايز تعلّمه وفعلًا عايز تشد انتباهه، هتيجي له من الحتّة بتاعته يعني، من الجزء اللي هو مهتم بيه. إيه هو؟ أنا عايز أبقى يوتيوبر صح؟ طيب جميل، تعالَ هات له مثلًا كذا فيديو، قُل له الفيديو ده الفيديوز دي فيها أفكار جديدة كتير. طب تفتكر أنت علشان تبقى ناجح وتجيب مشاهدات والكلام ده كله، مش محتاج أفكار جديدة؟ هيقول لك آه. طيب جميل. طب والأفكار الجديدة دي بتيجي منين؟ من النت. طب والنت ده الlanguage الحاجة منتشر فيه إيه؟ English. طب وهتفهمها إزاي؟ هتفهمها إزاي من غير English؟ ده رقم 1. رقم 2 الalgorithms بتاعة السوشيال ميديا، الreach. هتفهم ده إزاي لو ما عندكش معرفة بالتكنولوجي، الmarketing، الكلام ده كله، إزاي؟ وكل ده اللغة بتاعته بالEnglish. يا إما بقى تستنى لمّا الحاجة تتّرجم وتنزل لك بالعربي والناس كلّها تبقى سبقتك ومش هتحقق حاجة. اهم. فأنت بتشوف الثغرة اللي تولِّد بيها دافع عند الطلاب، إن أنت تحبّبه في الlanguage. تعالَ إمم. في الabundance context، هنا الوضع مختلف شوية. يعني في الscarcity context اللي هو الcontext اللي إحنا جايين منّه، إحنا بندوّر على الlanguage عشان وظيفة، علشان نsecure a good life، نmove to another country، نترقّى في وظيفة، الكلام ده كُلّه احتياجات معيّنة. الاحتياجات الناحية التانية في الabundance context مختلفة تمامًا، لإنه الناس بتدوّر على الsocial status، يعني المكانة الاجتماعية، الEnglish ده هيضيف، it's some kind of decoration. اهم. تعالَ كمان أنا هاتعلّم الEnglish علشان أبقى good في الpublic speaking. This is what would make me distinct, what would make me special. فأنت بتشتغل على الdistinction في الحتّة دي. فلمّا تيجي تتكلّم، هاقول لك أنا activity استخدمته وذكرت الموضوع ده في workshop من كام يوم. عندي فصل كويس، فصل مستواه كويس. آآ في طالب ضعيف، مستواه ضعيف جدًا في الlanguage يعني، ما بيتكلّمش، مش عايز ينطق أصلًا. زي ما قُلنا مشكلة الدافع والكلام ده كُلّه. لا بقى تكلمني في teacher talking time، لا تكلمني في pair work وgroup work، لا تكلمني في الappraisal والrewarding والconsequent، ما ولا أي حاجة. خلاص؟ تعالَ بقى شوف الطالب ده. أنا قُلت للstudents okay guys I want you to work in groups. خلاص؟ Now you wanna start your own businesses. Work together and brainstorm some ideas of what you would need to start this business. أرغمتهم على الكلام بالEnglish بدون وعي. تخيل الطالب الضعيف أول واحد رفع إيده وجاوب وقال لي I need a loan، عايز قرض a loan from the bank، عايز loan من البنك. أدي أول حاجة. الحاجة التانية الstudents بدأوا يطلعوا بأفكار، بدأوا يطلعوا طيب وصلنا لإيه بقى؟ إزاي نmarket الservices والchallenges، تمام، وإن لازم يكون في transparency. وشوف كلام مش هيطلع بدرس English عادي عن أي موضوع عام إحنا بندرسه في حياتنا اليومية، تمام. جبت الحتة في ناحية إيه الAI. Do you know that you would need AI for more innovative ideas؟ تمام، هنستخدم الAI في إيه؟ ممكن يعمل لنا marketing plan، marketing strategy، تمام.
طب هنستخدم أي language العربي والّا English؟ English صح؟ طيب تعالَ بعد كده بقى هنطلّع واحد من كل group ويبدأ يspeak هيعمل presentation اسم الbusiness اسم الcompany والمتطلبات والchallenges والخطة اللي هيمشوا عليها علشان يتخطّوا الchallenges دي. اشتغلنا على الdistinction الpublic speaking. على فكرة إمم. في المجتمعات اللي باقول لك عليها دي، اللي هي الabundance بيحبّوا الpublic speaking جدًا. وعالميًا مؤخرًا عايز تشوف واحد وتبُص له نظرة إعجاب، شوف واحد على الstage ومعاه mic في إيده بيتكلّم قدّام عدد. right. بس، فهمت beautiful. قصدي؟ فأنت يعني بتغيّر الدافع، بتre-engineer الmotivation، بتعيد هندسة الدافع في ظِل غياب ال2 common types الintrinsic الداخلي والextrinsic الخارجي. وقت ما الاتنين يغيبوا مش موجودين هتعمل إيه؟ لازم تعيد تشكيل الدافع عند الطلاب باستخدام احتياجاتهم اللي إحنا كُلّنا بنبقى فاكرين إن إحنا بنrespond للneeds دي، ولكن إحنا ما عندناش أي فكرة عن الneeds. دي حقيقة، دي حقيقة. honestly يعني أنا صراحة يعني أنت you made my job a lot easier. عارف اللي هو سهّلت عليّا الشغلانة دي أوي. أنا عشان كده كنت هاسألك عن الlead framework. ده كان سؤال كده مهم، مش هاسيبه يعدّي كده. بس أنت استفدت فيه بشكل جميل جدًا. you gave a very nice example. كان في يعني مثال حقيقي واقعي، بالذات إنه بتقول لي كان في فصل من فصولك، فأنت شاهد عيان عن الموضوع ده. أنت تعرف معلش باقاطعك، شوف أنا اتفضل. بtrain teachers. أنا عايز أقول لك إن مشكلة الدافع دي خلّتني إن أنا أكلّم الناس الcoordinators الmarketeers قُلت لهم وقّفوا دعاية، أنا بافكّر أوقّف teacher training لفترة، ما بقيتش مؤمن باللي أنا باقدّمه، ما بيشتغلش، هاعلّم الناس إزاي عليه، ده خلّي بالك ده مشكلة خطيرة جدًا، ولكن بعد ما طلعت بالlead framework لأ خلاص الموضوع اشتغل تاني، لإن خلاص أنا عرفت الكلام هيتغيّر، الكلام هيبقى فيه تغيير، إحنا حياتنا كلّها لازم تكون ماشية وقائمة على التطوّر. كل يوم حاجة بتحصل جديدة، مش هينفع نعيد نفس الكلام ونتوقع إن هو هيفضل شغال ونفس مش زي ما قُلت لك ما حدش يتكلم في المطلق، اهم. وأنا مش هاتكلم في المطلق. right. آمم عايز أقتبس كده نقطة من الlead framework اللي هي ليها علاقة بالAI right. في فصول كتير جدًا إن لم يكن اهم، كلها متأثّرة بالذكاء الاصطناعي. حلو. أكيد. من ناحية المُعلّمين أو من ناحية الطلاب المتعلمين بشكل عام. طيب أنا باشوف ده وأنا متأكد مليون في المِيّة أنت بتشوف ده كمان، إن في مُعلّمين حاسين بحماس مش طبيعي باستخدام الAI وإنك تدخّله إزاي في in your daily routine كمُدرس. وفي اهم، بقى تاني آآ لأ، هو الموضوع ده عامل تهديد مباشر واضح وصريح. إحنا كمان كام سنة إحنا مش هنبقى موجودين على الخريطة. صح. وبتسمع arguments هنا قوية وبتسمع arguments هنا قوية. It's like the debate of the century بين المعلمين وفي الeducation industry. من وجهة اهم. نظرك الخطر الحقيقي فين؟ في الAI نفسه والّا في طريقة تعامل المؤسسات أو المدرسين مع الAI؟ الخطر الأكبر على البشر هو إن إحنا ما بنعرفش نستخدم الflexibility بشكل كويس، بمعنى طول ما أنت عندك الأمور مفتوحة وليك حرية الاختيار وحرية التصرُّف، فأنت هتأذي نفسك بشكل غير متعمد، بمعنى الAI بيسهّل حياتك بشكل كبير جدًا، أنت ممكن حرفيًا تعمل كل حاجة دلوقتي في حياتك بالAI، بس once إن أنت تجرّبه وتستسهل العملية دي، هتحس إن أنت دورك بيغيب عن الحياة، حرفيًا. أنا من أكتر الناس اللي كنت باشجّع الteachers إن هم يبدأوا يexperiment الAI tools ويجرّبوا ويشوفوا ويطبّقوا جوّه الفصول ويبدأوا إن هم يتكلّموا عنه والكلام ده كلّه، ولكن خلّينا ناخد مثال صغير. واحد شغال في الcontent creation على السوشيال ميديا، بيستخدم الAI صح، بيستخدم prompt صح، بيطلّع الدنيا مضبوطة وكل حاجة تمام. تعالَ بعد شهر من استخدام الAI قُل له اكتب أنت post بنفسك،
عايزك بقى كده تقول لي ما مدى قابلية الشخص ده إن هو بس يتقبّل فكرة إن هو هيكتب post بنَفْسه. أ طالما اتعوّدت على الكسل، أنا باسميه كسل، اتعوّدت على الكسل وإن حد بيعمل لك حاجة من مهامك البشرية والحياتية إن أنت تعملها، ده بيأذيك شخصيًا، فتلاقي معدل الذكاء بيقل، معدل الإنتاجية شخصيًا ليك أنت بتقل، في حين إن أنت بتفيد الAI tool دي بكل معرفتك وبكل اللي أنت عايزه وبكل حاجة تخصك، تمام؟ فأنا شايف إن الحاجة المتاحة أكتر من اللازم، اللي بتسهّل علينا أكتر من اللازم، فدي حاجة غلط. ربنا سبحانه تعالى لمّا جه وزّع الرزق، لو كان وزّع الرزق علينا كلنا وكلنا بقينا أغنيا لفسدنا. الفساد هيضرب الأرض كلّها، ولكن حكمة ربنا في توزيع الرزق بشكل معيّن بالتساوي، إن أنت عندك حاجة مش عندي، أنا عندي حاجة مش عندك وهكذا، دي حكمة ربنا، إنّما لو اكتفينا ده للأسف بيؤدي لمصايب. فتعالَ شوف الAI، عندك أغلب المدرسين، شوف أنا باقدّم course اسمه Master the International Stage ويمكن معروف الحمد لله. آآ في الآخر الناس بتكتب conference proposals. أنا باعرف الAI language من أول ما أشوف، مش محتاج إن أنا أروح لplagiarism detector والّا detection ولا يعني مش لازم إن أنا أستخدم tool إن أنا detect إن ده AI written والّا لأ. طَب أنت دلوقتي لو جالك form وعايز to write a proposal to speak at this conference، هل هتكتب بإيدك؟ استحالة. اتعودت على السهل، اتعودت على اهم. السهل فخلاص. خلّي بالك ده يُقاس على حاجات كتيرة جدًا، يعني أنا دايمًا لمّا باتكلم على السياقات المختلفة في التدريس، أنت خريج مدارس international خلاص؟ لمّا نيجي نشوف المدارس الinternational بسياقاتها المختلفة، تعالَ شوف أنا مثلًا التعارض بتاعي مع الAmerican context هو الtoo much freedom. Right. الtoo much freedom إحنا بنعتبر إن هو دي مساحة حلوة جدًا نحصل منها على الcreativity من الteachers، ولكن الtoo much freedom للأسف أوقات إن كل واحد لمّا يحط الtouch بتاعه عن عدم فهم، فالمنظومة كلها ما بتبقاش ماشية بشكل كويس. لو قارنت المنظومة اللي هي اللي فيها حرية كتير بالمنظومة اللي فيها rules زي سياقات تانية، خلّينا مثلًا ناخد الIB، اهم. هتلاقي إنه system قوي جدًا. يبقى طالما في rules معيّنة وفي أدوار معروفة، تمام، ما فيش freedom أكتر من اللازم، الأمور هتبقى ماشية تمام. لو جينا ربطنا ده بالAI، طول ما كل شيء متاح بسهولة، كل ما الhuman skills بتقل، وأنا شايف إن ده أخطر بكتير من إنك تخاف إن في AI ياخد وظيفتك والّا لأ. ده بيسلبك مهاراتك البشرية. واو! ده رَد أنا ما توقعتوش صراحة. أنا من الناس اللي باتكلم عن الAI كتير وأهميته وفوايده ومزاياه، ولكن لمّا باجي أreflect على نفسي أنا شخصيًا، لأ. عندك إمم. دلوقتي حد يقدر يألِّف كتاب كامل بدون تدخُّل الAI؟ استحالة. لو حد استخدم الAI هيستخدمه، اهم. بيسبب الbrain rot أو تعفُّن الدماغ، ودي حاجة معروفة زيّها زي الshorts الreels والكلام right، ده. right 100%. طيب في debate أو في وجهة نظر تانية بتقول إنه المُدرِّس اللي ما بيستعملش AI هيكتسحوا واحد الاتنين مُدرِّسين شاطرين، المُدرِّس اهم، الشاطر اللي بيعرف يستعمل AI. هو أنت الAI مش هياخد وظيفتك، بس المُدرِّس الشاطر اللي عرف يواكب الAI في شغله، هو ده اللي اهم. هيكتسح مكانك أو مكانك. إيه ده رأيك أكيد. في أنا مع العبارة دي، لإنه أنت معك في سلاح موجود، لو ما استخدمتوش في صالحك هيبقى ضدك، تمام؟ لإنه أنت دلوقتي بتدخل الفصل كل يوم مطالب إن أنت تورّي الstudents حاجة جديدة، تستخدم tool جديدة. إمكانياتك كإنسان ممكن ما تتيحش لكل الناس ده، إنه مش كل يوم هاعرف أعمل حاجة جديدة، وفي في الظروف بقى المختلفة، الوقت والاختبارات والتصحيح والإدارة والإشراف والمتابعة والobservation، أنت فاهم قصدي؟ الكلام ده كله، هاجيب أفكار منين؟ لأ خلاص،
أعرف أستخدم الAI، هاعمل اختبارات كل يوم منين؟ لأ، ما في tools شغّالة وwebsites شغّالة بالAI أقدر إن أنا أستخدمها بده بشكل كويس جدًا، أنت فاهمني؟ الناس اللي ما تستخدمش ده هتفضل يعني مش هاقول لك one step behind، ده يعني ده لسه ما بدأوش، ووقتها أقدر أقول فعلًا إنه الteacher اللي ما يشتغلش بالAI أو ما يعرفش يفعّل إزاي الAI صح في الteaching آآ، ممكن يخاف على وظيفته بعدين في المستقبل. أرجع وأقول لك إن حتى في الframework اللي أنا اتكلمت عنه وطوّرته، الAI جزء منه، ليه؟ لإنه خلاص اتفرض علينا، حقيقة واقعية اتفرضت علينا، فلازم إحنا نعرف شخصيًا نعرف نتعامل بيها إزاي علشان نقدر نعلّم الطلاب إن هم يتعاملوا بيها إزاي. أنا لو باستخدمها علشان أcopy وpaste بس، علشان أكسّل، طب ما أنا ما استغربش لمّا student أول ما أطلب منه write an essay ويكتب الessay بالكامل من الAI. يستخدموا يعني just for cheating مش for brainstorming ideas. فالحل إن مثلًا ممكن يبقى في activities زي اللي قُلت لك عليه بتاع starting a new business، إن أنا أقول لهم روحوا للAI واطلعوا بأفكار، خلاص brainstorm some ideas of the challenges you might face. إمم. مجرد brainstorming وهُم يضيفوا لده، إنما الover reliance عليه لأ، لأ كارثة، كارثة كبيرة. right. أنا الصراحة يعني I had a couple of encounters أنت بتسميها over reliance أنا باسميها codependency. اهم، فكرة الاعتمادية دي عاملة بالضبط زي مدمن أي مادة معيّنة، أنت بتوصل بالضبط، لمرحلة إن عكازك، أنت من غير العكاز ده أنت وقعت. فأنت أها. فكرة إنه أنا محتاج مادة معيّنة الدوز اليومي أو الfix اليومي زي ما بيقولوا this becomes a huge deal ده حقيقي يعني. آمم exactly. amazing. أنا مهتم أوي أعرف scenario تخيلوا معايا كده، دخلت فصل مُحبط بُكرة، اهم، فصل مُحبط جدًا بقى تمام، من غير technology ولا أدوات ولا تحضير مسبق، اهم. هتعمل إيه مختلف عن حصة تقليدية؟ لو أي مدرس عايز رَد قاطع يستفيدوا منّك، تقول له إيه؟ بدايةً أحد أفضل الفصول اللي اشتغلت فيها كانت خبرة teaching في جامعة فاروس في إسكندرية. أوكي. آآ عايز أقول لك إن أنت بتدخل أنت والboard والmarkers والhandouts اللي أنت طابعها والlesson plan اللي أنت طابعها وشكرًا، ما فيش أي technology. دي أوكي. أفضل بيئة أنا أحب أteach فيها، أوه! أفضل بيئة أوكس أحب أدرس فيها. دي بتبين الgood teacher من الteacher اللي هو محتاج لسه أو اللي هو مجرد عايز عوامل مساعدة كتير، فاهم قصدي؟ يعني هات ورقة وقلم كده أو سبورة وقلم وخلاص وسيب الباقي عليّا، تمام؟ أوكي. آآ أول شيء لازم تبقى عارف الstudents اللي أنت بتشتغل معاهم لو أنت اتحطيت في الموقف ده، عارف احتياجاتهم إيه، عارف تفكيرهم إيه، وبعدين الموضوع بيختلف من مرحلة للتانية. أنت بتتكلم مثلًا مع adults، الadults أحد الحاجات اللي كلّهم بيفكّروا فيها دلوقتي مثلًا وخلّي بالك على حسب الcontext، فلو بنتكلم على الcontext الأول اللي هو الscarcity ابدأ مثلًا اعمل لهم درس عن السوشيال ميديا، the impact of social media، وابدأ خلّيهم يشتغلوا together. يقول لك بُص ابدأ اسألهم سؤال كده، مين هو أفضل حد بيتابعوه على السوشيال ميديا and why؟ الإحباط ده هيطلع أو هيتغيّر لإنتاجية، لإنّك أنت بتكلّمهم في حاجة هم أصلًا عايشين حياتهم برّه عليها، خلاص؟ طيب طلعوا بكلام، بتناقشنا، الدنيا تمام وكل حاجة، طيب نبدأ بقى إيه، ناخد الأمثلة بتاعتهم دي ونبدأ نشرح بعض الكلمات والstructures إحنا هنشرح grammar أو vocabulary، خلاص، إحنا على فكرة كده بنteach without materials، خلاص، تمام، نبدأ نشرح لهم، خلاص نبدأ إن إحنا نحاول نelicit الmeaning، نحاول بقى إحنا نclarify بexamples مش عارف إيه الكلام ده كله ونelicit ونبدأ إن إحنا نحاول نخلّي نextend الtopic ده شوية، خلاص، طيب how to be
the best influencer on social media. What do you need؟ أو ممكن نعمل debate بعدها. فاهم قصدي؟ ال ال أيًا كان طريقة سير الدرس هتبقى ماشية إزاي، يعني في frameworks مختلفة، الدرس مش هينجح لفصل مُحبط إحباط تام بدون resources بدون technology إلا لمّا تبقى فاهم الstudents دول بيفكّروا في إيه أو عايزين إيه. Do not ever pretend that you know your learners very well if you don't know their uh, needs, their interests. ما تدعيش إن أنت عارف ده، فاهم قصدي؟ once إن أنت تعرف هم عندهم إيه، بيفكّروا في إيه، بيتكلّموا في إيه، الأمور هتمشي تمام. وخلّيني أجيب لك بالأمثلة، لمّا جيت درّست adults وفصل مختلط، من أفضل وأمتع الدروس اللي اشتغلتها كان في topic عن الاختلاف ما بين الmales والfemales. أيوه، أوكي. تعالَ نتكلّم مع جانب تاني من الadults كانوا كلّهم teachers واتكلّمت في درس عن الtravelling abroad. خلاص، وكان درس listening وكان في vocabulary وكان في جزء reading وكان في الآخر speaking، فكان interaction من أول الدرس لآخره. تعالَ مع الteenagers اتكلّم عن السوشيال ميديا، اتكلّم عن الAI، اتكلّم عن أي شيء في الneeds شو الTikTokers، الTikTok، the history of TikTok بدأ إمتى، فاهم قصدي؟ مين أكتر ناس مؤثّرة عليه، إزاي تقدر تكون ناجح على الTikTok أو اليوتيوب أو الإنستجرام أو whatever. خلاص، تعالَ للyoung learners، الyoung learners عايزين إيه دلوقتي؟ كلّمهم عن الgames، تمام، games، video games، كلّمهم عن مثلًا ابدأ كلّم مثلًا كلّمهم عن أفضل فيديو شافوه على النت، كان فيه إيه، اتعلّموا منّه إيه، ومن هنا تبدأ تزرع فيهم بقى إيه، القِيَم اللي أنت محتاج تزرعها، إنه if it wastes or consumes your time without any value, so it's wrong. Don't keep watching it. إمم. إحنا لمّا بنيجي ندرّس language مش مشكلة الmaterials خالص، المشكلة بادئة من إنّك تفهم احتياجات الطالب إيه واهتماماته إيه، إزاي to respond للneeds دي، وغير كده إزاي تقدر إن أنت تعلّم الطالب حاجة لحياته بالEnglish، لإن إحنا بنستخدم الEnglish في إيه، هل هي سياقات بس hello good morning how are you doing وخلاص والدنيا تمام؟ لأ، بنستخدم الEnglish في السياقات الحياتية زي العربي بالضبط، فإحنا هنستخدم الEnglish عشان نteach skills، نteach systems، وكمان نteach something for life because language is about communication. It is not only about exams. اهم. قصدك زي ما أنت قُلت قبل كده it's meaningful. It has to be meaningful. بالضبط. وهي life way it's a way of it's lifestyle more or less, right? It's a way of leading life. أنا عندي مليون ألف سؤال تاني، بس أنا هاختصرهم في سؤالين لو سمحت ما لي فيش مشكلة، طبعًا. لا، لا خالص معاك. آمم، أنا مستمتع جدًا الصراحة، لدرجة إن الله أنا يبارك دلوقتي فيك. آمم، أنت بتشتغل مع مؤسسات زي ما بتشتغل مع معلمين. اهم. من خبرتك إيه أكبر غلطة قيادية بقى، قيادية higher up بقى، higher up. إحنا دلوقتي كنا down low في الهرم، تعالَ بقى نطلع فوق عشان نبقى قفّلنا الصورة. غلطة قيادية المدارس مثلًا بتُقع فيها أو الجامعات بتُقع فيها، لمّا تقول إنها عايزة ابتكار quote unquote ابتكار. هاتي ما بُص يا عندك. سيدي، شوف دايمًا أنا لمّا باتكلم مع المدرسين باقول لهم: "يا جماعة اشتغلوا في المدارس عشان هتحتكوا بحاجات مش هتشوفوها برّه بيئة المدارس، أوكي. بمشاكل، ده غير موضوع الفصل، بحاجات هتنشِّف عضم المدرس حرفيًا." أنا اشتغلت في managerial positions في مدارس، ومدارس international، وفي صورة نمطية حرفيًا دمّرت التعليم
في 99% من المدارس الخاصة، مدارس اللغات، مدارس الانترناشنال، ألا وهي: رقم 1 إن يكون صاحب المؤسسة ملوش خلفية تعليمية وله إيد في صنع القرار. إمم. رقم 2 هنجيب الشخص اللي شعره أبيض من الغُربة أيًا كانت مؤهلاته إيه، وعلشان كبير وخبرة وهنمسّكه مدير، وهو مش جاهز أكاديميًا ولا إداريًا ولا حتى عنده مهارات تواصل كويسة مع الناس، فيبدأ يخلّي الwork environment really toxic، هيخلّي الnegativity سِمَة كل شيء، وممكن يدمّر الكوادر في المؤسسات دي، وبالتالي ده هينعكس بشكل سلبي على التعليم بشكل كامل وعلى الطلاب في نهاية الهرم. تمام؟ الحاجة التالتة إنه المؤسسات التعليمية بقت هدفها رقم 1 الربح، الربح، الربح فقط، الربح جاي لإنه business. أرجع وأقول لك إنه لو الشخص اللي بيدير المؤسسة أو صاحب المؤسسة ما لوش خلفية تعليمية أو تربوية، هيبقى هدفه الوحيد هو الربح المادي، هييجي إزاي؟ ييجي زي ما ييجي، خلاص؟ بس لمّا يبقى في تجاهل لبيئة غير أو بيئة ما فيهاش تطوير، بيئة ما فيهاش آآ نوعًا ما إرضاء للمُعلِّمين اللي شغّالين. أصل أنا هاقول لك على حاجة، لو أنت المُعلِّم اللي شغّال في المؤسسة التعليمية مش راضي، طول الوقت قرفان، طول الوقت حاسس إنه مش مسموع، طول الوقت مش قادر ينتج، مؤسستك بتُقع، لإن المدرس هييجي له وقت ويشوف المكان أفضل أو يشوف مكان أحسن، أو هيقول بقى من الآخر إيه، اشتغل على قد فلوسهم. اهم. بس. فخلّي بالك الصورة النمطية للمدير اللي قُلت لك عليها، إنه ممكن يكون ما مسكش في حياته managerial positions وجِه علشان بس شعره أبيض شوية وشكله كبير في السِن، وهينزل يمسك منصب إداري، وهيبدأ إن هو حرفيًا يبقى متسلّط على كل من هو شغّال في المكان. هيبدأ حتى نَفْسه هيحقد على أي حد شاطر جاي من برّه معاه qualifications أكتر، عنده experience أكتر، فهيبدأ يحبط فيه وفي غيره، ومن هنا المؤسسة بتفشل. عايزك بقى لو عملت research عن بيئات العمل في المدارس بمختلف أنواعها، هتلاقي الصورة اللي باقول لك عليها دي. إمم. تلاقي مثلًا نموذج تاني، تلاقي مكان عايز يhire deputy، وكيل مدرسة، فيجيب حد بقى old school، خلاص واقعد، تعالَ بقى أنت إزاي هتقرّب المسافات ما بين الشخص ده وما بين لسه fresh grads. تمام؟ أفتكر إن أنا انطلب منّي أروح أدرّب في مدرسة في مرّة، أعمل event تدريبي، ورُحت وكان في 3 أشخاص old school كانوا لسه متعيّنين. أنا عايز أقول لك إنه كنت باشرح frameworks for teaching grammar and vocabulary، والأمور كلّها ماشية تمام إلا ال3 قاعدين مش طايقين نَفْسهم. طب ليه بقى؟ فدول ما هو مش مقتنع، مش هيقتنع، هو اتعلّم إن إحنا هندخل هندرّس الزمن كما أُنزل، اللي هو we use the كذا كذا tense for talking about كذا كذا كذا، وادّي الexample ومش عارف إيه والكلام ده كلّه، فمهما تقنعه بعكس ده مش هيقتنع. وحاجة بُص، حاجة مهمة أنا اتعلّمتها في حياتي عمومًا، إنه الجدالات اللي ما فيش منها نتيجة وما فيش منها شيء غير إهدار طاقة ووقت، ما بادخلش فيها، فاهم قصدي؟ فدي حاجات بتدمّر التعليم في مصر بالمناسبة، بتدمّر المدارس، ولذلك أغلب المدارس ما بقتش مُرضية. أحد أكبر الأسباب اللي برضه بيدمّر التعليم في المؤسسات هي سماح الإدارات بتدخُّل الparents. لو تفتكر المدرسة اللي اتكلمت عنها في الأول، سبب قوتها إن ما كانش في أي يد لأي ولي أمر إنه يتدخّل في أي policies. أفتكر نصًا إمم. اتقال من مديرة المكان وصاحبة المكان اللي كانت مُدرّسة في الأصل: خلّي بالك، أنتِ وثقتِ فينا وجايبة ابنِك عندنا عشان نعلّمه، لو شايفة إن أنتِ عايزة تعلّميه بشكل أحسن من عندنا، اتفضّلي ملفه وعلّميه برّه.
إنما إحنا عارفين إحنا بنعمل إيه، ولذلك أنت بتطلّع طلاب من المكان ده طلاب، طلاب حرفيًا ممتازين، حتى المشاكل السلوكية كانت محدودة جدًا في المكان ده، ليه؟ لإن في قواعد، في إدارة صح، فالإدارة مش هواية، الإدارة علم، علم، والإدارة مش معناها إن أنا هافضل إن أنا أتعامل كإني باقود قطيع، وإن العصا أو العصاية أو الخصومات والجزاءات والكلام ده هو اللي بيمشّي المدرس، السياسة دي عمرها ما هتشتغل. خصوصًا إن ما فيش حاجة تجبر أي شخص إنه يشتغل في بيئة مش بيتقاضى فيها أجر كويس، مش بيحصل على تطوير مهني، ما فيش راحة نفسية في المكان، أنا هاتحمّل منّك ليه جزاءات وتعنيف ليل نهار وكلام من ده، ليه؟ فاهم قصدي؟ اهم. فأنا شُفت حاجات كتير جدًا، وللأسف لمّا تيجي تشوف الحاجات دي وتأثيرها، لأ، أنا كل اللي أنا فعلًا باتخيّله السيناريوهات اللي باتخيّلها بتحصل. يعني السيناريوهات اللي أنا باتخيّلها للأسباب اللي باقولها لك دي بتحصل وهتحصل، ومن سيء لأسوأ كل يوم، والكوارث اللي بنسمعها والمشاكل اللي بنسمعها كل يوم، ما بسبب الموضوع ده، إنه ناس مش مؤهلة قاعدة على كراسي أكبر منها، بتحط فرق العمل اللي شغّالة معاها يعني زي النِّد بالنِّد، شغّالين معاهم النِّد بالنِّد، إمم. وصاحب المؤسسة هو مجرد بس المُحصِّل. إزاي هاخد الفلوس في آخر السمستر أو في آخر الacademic year وشكرًا. ماشيين بمبدأ مشّي اليوم، عدّي زُق اليوم. يوم. اهم. زُق بالضبط. يوم. اليوم عدّى خلاص بدون مشاكل كبيرة، فإحنا الأمور تمام. ماشي غلط، الطالب ما اتعلّمش، مش عارف إيه الكلام ده كُلّه. الأكبر من كده لمّا المدرس يُلام على مستوى طالب في بيئة زي دي. أنت إمم. أصلًا ما وفّرتلوش بيئة آدمية للشغل ولا تطوير ولا ادّيت له حرية ولا مساحة حرية حتى يفكّر يتعامل مع الطالب إزاي ولا بتسمع للمدرس ولا اقتراحاته ولا أي شيء. إمم. فللأسف في أمور كارثية يعني بسبب شغلي في الإدارة لفترة معيّنة، أنا عاصرت الكلام ده بنفسي. أنا كنت شايف إنه المسؤولية رقم 1 إنّي أحمي الteam بتاعي، وأنا اكتشفت وقتها إنه أنا ما عنديش good leadership skills علشان مش بادّي جزاءات كتير، عشان مش باهدِّد كتير، عشان مش باخوّف الناس، ولذلك علاقتي بالناس بعدها أنا مشيت كسبان علاقتي بالناس كلّها، درّبتهم from A to Z on how to teach. عندي يعني علاقتي بيهم كويسة جدًا، تقريبًا أغلبهم مشوا وسابوا المكان. فزي ما باقول لك الpoint إنه لأ، يعني في مفاهيم كتيرة جدًا في الإدارة خاطئة في مجال التعليم على الأقل في الشرق الأوسط. right. يعني لدرجة أنا ده بقى سؤال اتطلب منّي إنّي أسأله لحضرتك بصراحة. اهم، اتفضل. وI think it's a very good segue من إجابتك على السؤال اللي فات. مُدرِّس بقى في بداية مشواره أو mid career. حلو. اهم، اهم. سمعنا دلوقتي وحاسس باحتراق burnout وفقدان الشغف، وبُص بقى عِد الشماعات اللي أنا معلّق عليها الحِجَج، سمّيها زي ما تسمّيها it's اهم. there. إيه سؤال واحد لازم يسأله لنَفْسه قبل ما يسيب المهنة؟ أنا بادرّس ليه؟ هل أنا بادرّس عشان فلوس بس؟ هل عشان المسؤولية والّا عشان أنت حابب التدريس والّا فكّرت في ثواب ده عند ربنا، ثوابك أو جزائك يعني عند ربنا مقابل اللي بتعمله ده إيه؟ لو أنت فكّرت في ده، هتخلص من جزء كبير من العبء اللي أنت بتحُطّه على كتافك يوميًا ومش هتوصل للburnout. أحد الحاجات اللي أنا هاقول لك عليها أنا شخصيًا، أنا أوقات بييجي لي burnout بسبب الشغل كتير. مش بسبب أمور نفسية. خلاص بيبقى يعني الوقت يعني الواحد أوقات لازم ياخد break تمام؟ آآ أنا شايف إنه الشخص لمّا بيتحامل على نفسه أكتر من اللازم لأي مُبرر، هو بيأذي نفسه يعني على المدى الطويل. خلّيني أقول لك أمثلة. أنا مُدرِّس شغّال في مدرسة،
وطالع عيني كل يوم وما باخدش راتب كويس، تمام، وكل يوم مشاكل وما باتطورش وبيئة تجيب المرض. طب أنت يا فندم مستني إيه؟ إمم. مستني إيه؟ أنت مستني إيه؟ دايمًا باقول للناس لو 3 حاجات بالترتيب ما اتوفروش امشي، امشي، اتعلم تبقى risk taker. أنا سِبت مؤسسة ورُحت مؤسسة بدون ما أشوف بديل، يمكن ما تشتغلش مع ناس كتير ودي مخاطرة كبيرة، تمام، ولكن أنت عندك النت بتفتح يوميًا، اعمل لنفسك business على النت، خلّي لنفسك أرض صلبة، تمام، فأنت كونك إن أنت تتحامل على نفسك عشان خاطر مؤسسة أنت شغال فيها وخايف، اللي بيخاف ما بيعملش، اللي بيخاف ما بيتقدمش. 3 حاجات، رقم 1 فرص تطوير مهني حقيقية. لو بتشتغل لازم تتعلم كل يوم حاجة جديدة، لو كل يوم فاتك من غير ما تتعلم حاجة جديدة فأنت بتضيّع وقت في الفاضي، وأكتر حاجة ليها قيمة في الحياة عند الإنسان هي الوقت، الثانية اللي بتروح ما بتجيش. رقم 2 بيئة مريحة نفسيًا، لو البيئة اللي عندك سامة بشكل كبير جدًا، لو أنت بتتطور مهنيًا هتستحمل شوية، لو ما بتتطورش مهنيًا والبيئة سامة حرفيًا أنت يعني أيًا كان المرتب اللي أنت بتقبضه هتصرفه على علاجك. إمم. رقم 3 المقابل المادي، وأنا مش باقول رقم 3 المقابل المادي إن الفلوس مش مهمة، هي رقم 3 في الأهمية، أنت لازم تكون بتاخد قدرك بشكل كويس، لو المكان بيستهلكك أكبر من قدرك وما فيش أي مكسب سواء تطوير مهني أو بيئة كويسة، فأنت أعتقد أنت غلطان، أنت بتموّت نفسك لو شغال في المؤسسة دي، لو بتعاني من الburn out أُقف شوية مع نفسك واسأل نفسك قُل، جاوب، هل أنت بتعمل ده ليه؟ بتتدرّس عشان الفلوس؟ لو بتدرّس عشان الفلوس، فأنت طول الوقت هتفضل في burn out لإنها مهنة قوية وتقيلة والبقاء فيها للي عنده طاقة أكتر. إمم. رقم 2 هل أنا بادرّس علشان حابب التدريس؟ لو عشان حابب التدريس، حاول تشوف وقت فاضي شوية، اخرج لوحدك، شِم هوا، مش لازم تصرف، مش باقول لك روح مكان fancy والّا تدفع والّا تجيب كافئ نفسك، ادّيت إمم. session النهارده ناجحة، طالب جاوب سؤال كويس، طالب فِهم منّك، روح اشرب قهوة، اشرب عصير، هات لنفسك كافئ نفسك حاجة صغيرة قد كده، حسِّس نفسك إن أنت مهم عند نفسك رقم 1 ومش هتحس بإحساس الburn out تمام، ما تستقلّش بقيمة الweekend بالله عليك، يعني هو لو المدرس ده سمعنا، الweekend مش للشغل، الweekend عشان ترتاح، مهما كانت حاجاتك، مهما كانت احتياجاتك، على الأقل لازم يكون ليك وقت لنفسك، وقت لأسرتك، وقت لبيتك، وقت لاهتماماتك. التدريس هيستهلكك ليل نهار في أيام الأسبوع، فين نفسك أنت؟ بتعمل التدريس ده لإنه أعظم مهنة، لإنك بتنشر علم زي ما الأنبياء والرسل كانوا بيعملوا، كانوا بينشروا رسالة سماوية وعلم، لو أنت بتدرس عشان كده راجع نفسك، لإنك لازم تبقى مؤمن باللي أنت بتعمله عشان تبقى مبسوط بيه، لازم تبقى حابه علشان تقدر تكمّل فيه. يبقى إذًا لو أنت في burn out تخيُّلي إنك يا إما شغال في بيئة سامة، اهرب، ما بتتطوّرش، طوّر نفسك، ما فيش فلوس، في professional development على النت ببلاش أكتر من اللي بفلوس. خُد شهادات، اتعلّم، اكتب، ذاكر، اطلع في live videos، اتكلّم مع الناس عن حاجة اتعلّمتها جديد، اكتب post، اشرح للناس حاجة أنت عملتها جديد في الفصل، خُد بأفكار الناس وآرائهم، شارك، ارجع، طبّق، ارجع اعمل self reflection هتحب اللي أنت بتعمله، لمّا هتحس بالتطوير هتحب اللي أنت بتعمله، الإحساس اللي أنت حاسّه لإنّك حاسس إن أنت بقى لك فترة في نفس الحاجة ما بتتقدّمش، الburn out مش بييجي بسهولة، ده بييجي بتراكمات، وإحنا اللي بنسكت لحد ما الأمور بتتراكم وما بنعرفش نخرج من الموضوع ده، وخلّي بالك الموضوع مُهلِك، مُهلِك جسديًا مش ذهنيًا بس، حافظ على نفسك وحاول على قد ما تقدر إن أنت تعقلها قبل أي شيء، ده هيدّيني قيمة، أصل خلّي بالك لو اللي حواليك مش بيدّوك قيمتك، أنت مستني مين يقدّرك؟
روح للمكان اللي يقدّرك، وما تحاولش تثبت كتير للناس إن أنت ذو قيمة عالية، خلّي شغلك يثبت، خلّي إنجازاتك تثبت ده. أفتكر زمان اتقال لي كلمة في وشّي إن أنا معناها إن أنا ما بافهمش حاجة، ما بافهمش حاجة خالص، واتقال لي إن أنا الlanguage بتاعتي وحشة، ما باعرفش أتكلم، واتقال لي إن أنا ما ليش مستقبل، اتقال لي حاجات كتير في وشّي من ناس قريّبة وناس غريبة، تمام؟ ودلوقتي الحمد لله يعني أنا عارف كل الناس، وكل الناس عارفاني الحمد لله، ومش هاقول في مصر عالميًا. فعايز أقول لأي حد قبل ما يأذي نَفْسه تحت مسمى الشغل، الشغل ده جزء من السعي وده مطلوب مننا، بس مش مطالب مننا إن إحنا نهين ونذل نَفْسنا. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مُعزّزين مكرّمين، خلق النَفْس البشرية مُعزّزة مكرّمة، ما تذلّش نَفْسك بإيدك. مهما كان الوضع الاقتصادي شوف أفضل، شوف بديل أفضل. اعلن عن سيشن مجانية لو بتدرس لغة، اعلن عن سيشن مجاني وبعدها أنت بتدّي كورس English اعلن واكتب، اتعلم content creation استخدم الAI بقى المرّة دي عشان يساعدك، خلّي في plan أنت ماشي عليه، ما تسكتش، ما تسكتش، ادعي لربنا يخرّجك من اللي أنت فيه، قرّب لربنا واتقن في شغلك وربنا يكرمك. خلّيني أقول اللهم بارك دي أحلى conclusion أنا سمعتها وصوّرتها من ساعة ما بدأت AE Talks. الله ربنا يبارك يبارك فيك، لك يا محمد، الله ربنا يكرمك، يعلّي الله يكرمك، قدرك ويزيدك من علمه ويبارك فيك، يعني يا رب يكتّر من أمثالك حقيقي. الله أنا يحفظك. أنا كنت محتاج أسمع الكلام ده، سيبك بقى من أي حاجة تانية، يعني أنا هابقى أناني شوية، بس أنا أكتر واحد كنت محتاج أسمع الكلام ده. آمم حاجات كتير أوي، استفادات كتير أوي، أنا متأكد مليون في المِيّة ده هيبقى من أمتع الفيديوهات اللي هابقى قاعد بامنتجها ده بيني وبينك من آه، أمتع الفيديوهات حتى هاسمع الكلام ده مرّة و2 و3 وحقيقي والله you gave me a reason to push forward. I don't know if you felt it بس أنا personally you gave me a reason to push even forward. أنا عارف أنا أصغر منك سِنًا متأكد بحبّة حلوين، الله يكرمك. بس فكرة إنه you gave me a chance إن أنا أقعد معاك وأتكلّم معاك بالشكل ده this is something I don't take lightly وحقيقي I think you walk what you preach. So thank you. Thank you very, very much for being a teacher and for embodying how to be a good teacher for the world. Genuinely والله من كامل قلبي. الله يبارك فيك. I'm really thankful for your generous words and um أنا فعلًا استمتعت بالinterview ده، أنا باحب أتكلم دايمًا في الحاجات اللي ممكن تلهم الteachers. دايمًا الناس لازم تبقى مؤمنة بنفسها، لازم يكون ليها هدف في الحياة وتسعى وراه، واعرف إن طول ما أنت عايش هتلاقي اللي يكرهوك وهينتقدوك وهتلاقي المحبطين. بُص، هي حاجة اتخلقت من بداية الخلق، ربنا سبحانه وتعالى في ناس كفرت بيه، يعني هتلاقي الناس هيجتمعوا عليك أنت، فدايمًا حُط ده في دماغك. آمم، وبالنسبة للناس اللي فعلًا عندهم الظروف سيئة، أنا واحد منكم، أنا طلعت من بيئة حرفيًا كان بيتقال لي خلاص يعني أنت مش ما فيش زيادة عن الصورة النمطية للمدرس أو أقل كمان من كده، ما كانش في professional development. والله أفتكر إن أنا ما كانش معايا فلوس حتى آخد كورس TEFL. ف وبعدين سبحان الله يعني في جزء من أجزاء حياتي المهنية في تنظيم المؤتمرات والpodcasting وكده، إن أنا كان ناثان وولر اللي هو مديري دلوقتي، يعني he's one of my closest friends and he's manager, he's my boss at the same time. آآ ناثان كان عندي على LinkedIn، كنا بنshare يعني الposts بتاعة بعض، وبعدين اتكلمنا، بعتّ له invitation، جه في البودكاست، بعد كده هو استضافني في البودكاست عنده في ماكميلان مينا ELT مينا talks. وبعد كده أنا شغال معاه دلوقتي as a digital marketing consultant and a freelance teacher trainer at Macmillan Education مينا. فالفكرة كلّها
دايمًا باكلّم الناس على الrisk taking، باكلّم الناس دايمًا عن إن هم يحاولوا يلاقوا لنفسهم هدف في الدنيا، لإنه اللي عايش بلا هدف والله تعبان، واللي عايش بالتأثُّر بكل شيء حواليه تعبان. للأسف أنا عشان أوصل لmindset معيّنة بدأت إن أنا أجنّب نفسي أي شيء سلبي، بمن فيها أي موضوع وحاجة بتحصل في الدنيا. والله في حاجات لو سألتني فيها أنا ما أعرفش إنها حصلت ولا بتحصل ولا أي حاجة، لإنه ممكن الحاجات اللي تأثّر فيّا نفسيًا بالشكل الصعب ده. طبعًا ما عدا طبعًا متابعة أخبار إخواتنا، لإن دي حاجة أساسية إن إحنا ندعمهم ونتابعهم، ولكن اللي أنا أقصده الأمور الحياتية، الموضوعات، مين اتجوّز، مين مات، ممثل مين، مش عارف إيه، مطرب إيه، حصل إيه، كوبري إيه اللي حصل، اللي وقع بنوا إيه، عملوا إيه، ما فيش، ما أعرفش، ومش مهتم أعرف، ومش مهتم أعرف إيه اللي حصل في الفيديو ده ومين ده ومش أي حاجة مش هتpush you forward. أي حاجة تضيّع وقتك ما تهتمش بيها، بجد، بجد، اعرف قيمة وقتك، اعرف قيمة وقتك. تسلم إيدك، حقيقي تسلم إيدك، وحقيقي أنا اتشرّفت جدًا بمقابلتك، ويعني لو إن صح التعبير، لو تسمح لي، أنا كسبت أخ كبير قبل والله أي كمان حاجة. الشرف ليّا، الله حقيقي والله يكرمك، mentor، يعني مش بس أخ كبير. أنا مبسوط إن أنا باقول الكلمة دي، وseriously and genuinely ليك أخ هنا في فيتنام in case in case الله يحفظك، anything. With that being said, ladies and gentlemen، أستاذ محمد نبيل كان ضيفنا النهارده. إن شاء الله I'll be sharing this with him for you also to get إن to know شاء more الله، about him. بيعمل شغل كتير أوي صراحة في المجال ده، وI think إن شاء الله you will benefit a lot، هتستفيدوا جدًا من شغله، وأتمنى أكون الله يحفظك، جزء بسيط جدًا في مسيرته تقدمه أكيد، قدّام، إن صح التعبير يعني. أكيد، الله يحفظك، جزاك الله خير يا أستاذ محمد حقيقي، الله وأشوفك على يبارك خير. فيك.